عطي راسك فرصة باش تسافر بعقلك. بعد على كلشي وجلس بوحدك. بسم الله. حطيت المايك قدامي وخليت الفنان اللي في الداخل ديالي هو اللي يعاود ليكم قصتي، ولكن ما عرفتش واش غادي تكفاني هاد المدة هادي اللي انا كندوي فيها باش نعاود لكم كلشي ولا لا. قبل ما نبدا بغيت نعطيكم واحد المعلومة غير مفيدة في الصراحة. أصعب حاجة هي تحط في موقف كيطلب منك تاخد قرار في جزء من الثانية بالزربة. المشكل هو ان داك القرار كيأثر على بزاف ديال الحوايج اخرين اللي مهمين بزاف في حياتك، واكثر من داكشي هو واش غادي تاخد القرار الصائب في ديك المدة الوجيزة ولا غادي تعورها وغادي تضيع كلشي. سميتي ياسير، في عمري 18 عام. هاد العام عندي السيتيام، كيعيطوا ليا الطويل، حيت تبارك الله 190 متر. واخا هاد اللعيبة ديال الطويل ما كتقلقنيش، ولكن كاينه واحد الحاجة سميتها ولا تنابزوا بالألقاب. المهم، خاصني نبدا معاكم النيامات اللي سي باش تفهموا داكشي اللي جاي. ديك الليله عمرت المشقوف على 7 ديال الصباح وجوج دقايق بالضبط، حيت صباح قاري. معرفتش علاش كنزيد ديك جوج دقايق، ولكن راه كنجمع فيها ناس الصراحه. المهم، عمرت ودرت ليه موسيقى هادئه باش زعما نفيق في جو هادئ. يلا حطيتو تحت الوساده، غمضت عينيا شويه كنسمع ديك الموسيقى. ترى الليل كيدوز طير، بغا يوصل للصباح. نضت غسلت وجهي لقيت الوالدة مازال ناعسة. عولنا عليك الوالدة بكري، خليها ولدك بلا فطور. حطيت داك البراد ديالها تا يطيب، واخا كنت سمع بالطياب. مشيت تلبس الحوايج ديالي وكنجمع في الكارطابل ديالي. ما ساليت لقيتو طاب طفيت عليه وبركت كناكل. اتاي جا في الخضر، معرفتش واش صالح للشرب ولا لا. ولكن غادي نشربو، ما بليادي حيلة. ضربت الكارطابل ديالي في داري وتحركت قاصد الليسي. هاد العام بقى فيه غير شهر هدا، حيت حنا دابا في شهر 4. مع قربت الليسي كنشوف الباب بغا يتسد، الموطور ديال رجلي ديما في ديك اللحظة نيت السرعة فائقة، ما خليتش العساسي يكمل السدة ديال الساقطة. وصلت قبل ما يتسد الباب، واصلا هاد العساس هدا اللي هنايا صاحبي بنادم هو اللي يدير ما عرف. حتى كون تسد الباب ما غاديش نوحل. دخلت وبقيت غادي وكنسمع بنادم كيغني النشيد الوطني. والراق كون تعطلت تسد الباب كنحملش ندير النشيد، وكون غير كان بنادم منضبط. هذا كل واحد كيغني في جيه، كتسمع داك الديكالاج في الغناء. صحاب الباك كيبان لك بنادم بلحيتو هاز الكارطابل ديالو والوقفه مقاده وكيغنيو مزيان، وخصوصا سيونس ماط يبان ضادرهم النشيد الوطني على حقو وطريقو. صحاب السيزيام دايرين السيلونس، واللي طلعوا هاد العام ديال السانكيام واللي مخسرين الريتم داخلين هجبه وصافي. ما تيكون غادي النشيد كدا تسمع ديك في فمي وفي دمي، الجمله اللي من وراها كلشي بنادم كيخربقها، كتبقى تسمع الحروف كيتشايرو. بديت كنتقل في المشيه باش نجيبها معاهم هي هذيك. سال الحارس العام ميكروب ديما معرقل ليا البلان، وسير بياه وتجري، سير لقسمكم ولدي. المهم، ديك الصباح نهار اثنين داخلين عند الفيزيك. واحد الاستاذ باقي مازال صغير كيخرج ما كيحملنيش، ما عرفتش علاش، من عند الله، بحال كنا كل في رزقو. وتانا ما كنوصلوش، عطيه شبر ديال التيساع. دخلت ومشيت ريحت اللور، جبت الدفاتر ديالي وبديت خدام في المشقوف بين ما يجي الاستاذ. ما عندي لا كونيكسيون ولا فيديوهات، غير في ديك البليه ديال نشعل التليفون نشوف فيه شويه ونطفيه. مازال حاضر راسي في المشقوف حتى ريحات حدايا سلمى، ونسيت ما بريزونطيتهاش في الاول. المهم، سلمى هي الحب. كنت تعرفت عليها في السانكيام، علاقتنا بدات بالستيلو زيت. وباش كتعجبني هاد سلمى ديما كتشري برينكلز ديال 20 درهم وكتقسمها معايا. واخا كان هي ما نقول لها بنت الناس انتي قاسمه اللهم شري برينكلز ديال 10 دراهم كوليها بوحدك وعطيني انا 10 دراهم شقفه ندبر روحي. والو، اختني يابسه ما تصور معاها والو. باركين كندويو حتى دخل الاستاذ مازال ما سخن بلاصتو. لصباح الخير الكلام زين لوالو، حد شكارتو وبدا يدور على التمارين. اللي ما خدامش غير يخرج بلا ما نقولها ليه. جمعت الدفاتر ديالي درت الكارطابل في داري. حتى انا خويا ما عرفت لاش فايق انا نضرب على نهار اثنين هذا مبقيتش غادي نجي ليه كاع. يلا خرجت من تما ويتم متابعني سلمى. شفت فيها قلت لها واش خادمه التمارين ديالك؟ قلت لي راه دايراهم. بقيت كنشوف فيها وملي دايراهم لاش شبعني.
تدوزي طريحه في القسم ديالك. قلت لي لا بغيت نمشي معاك. بديت كنشوف غريب امر هاد السيده هادي. انا نكون خادم ما نعقل على حتى شي واحد صراحه. تحركت غادي وهي تابعني. خرجنا من الليسي. قلت لها انا راه غادي للدار، غادي نكمل ناسي تما. شي علاش قلت لك راجعي. بدات كدير فيا ديك الشوفات ديال البراءه. قلت لي بقى معايا شويه عافاك. شوف ما نخرجش معاك زعما واخا خادمه التمارين ديالي. شوف حتى عييت. قلت لها واخا زيدي يلا زيدي قدامي. تقطعي في القلب. مشينا لواحد الجرده حدا الليسي وريحنا فيها. خدنا جبدات الكيت. دارت وحده وعطاتني وحده. ما درتها في ودني كنسمعها طارقه امينوكس. قلت لها واش منيتك. قالت لي الاحاسيس وداكشي. قلت لها الزمر وداكشي تجي لنا شي حاجه اصاحبي كدوز في الودن. ولا اريد دوك الكيت نديرهم انا عندي. عطاتهم ليا درتهم عندي في التليفون وانا طلق ليها رويشه. بنادم وليت مزك القاصح. غمضت عيني وبديت كنتخشى مع دوك الالحان. واحد اللحظه حليت عيني كنشوفها محيده الكيت. ياك بنت الناس خليني كنسمع بوحدي. حتى انا جمعت ديك الكيت وقربت ليها. حتى ولينا ملاصقين مع بعضياتنا وكنهضروا في شي مواضيع شخصيه للمستقبل. راكم عارفين. خدنا الانوثه في الهضره ديالها. الحروف كيتقطروا مع السلين. بعدا كتحس براسك مريح مع دريه. بقينا داويين ساعتين صونات العشرة وبدينا كنتحركو. داخلين عندنا ساعة ديال العربية وستات داك النوع ديال الصباط مقاميجة زرقاء مع هاد الصاد. كيبانو دوك البقع تحت الابط وهو قصير شوية والسبورة عالية عليه كيزيدو باش يشرح. وانا كنهبط عيني باش ما نشوفش من هاد المنبر. بداو تلبسو لك حال الخوت الله يرحم الوالدين. ما دخلنا عندو ريحنا في الصف اللي حدا الباب. زعما هربنا على البيرو ديالو. انا وسلمى بدات كتجبد في الدفاتر ديالها. واش من دفاتر. ما كدبش ديك اللي قال دفتر التلميذ كيعكس وجهه. خدنا كتكتب بجميع الالوان. مع كتحل الدفتر كتشوف الميكس. كتحشم تراجع فيها صاحبي. انا كنكتب بالسيل الزرق كلشي. التاريخ العناوين اي حاجه. وكتطلق المداد فوق داكشي مع كيلصق ليا في يدي مع الصاد. وشي مرات كنسى وكنحط يدي على الورقه وداكشي كيولي معفن. الاستاذ هو ينطق. حلو الكتاب المدرسي الصفحه 59. القصيدة الشعرية ماني يقرأ. تا واحد مع السبعو. كلشي طلع عليه في جماعية. بدا كيدور في عينيه. هو ما يشوف غير فيا انايا. ياسر قرا لينا ولدي بصوت مرتفع. وتا انا باغي ننتقم زعما ديك صوت مرتفع خديتها ديال بصح. بديت كنقرا وسلمى كتنغص فيا. تنقص من الفوليوم الشريف. بارك كنقرا وهي مريحة. المهم ما علينا ما بينا. حتى قربت حدايا وبدات كتلوح ليا شي نويطات باش نضحك زعما وانا كنقرا. خدنا حامضة. ولكن في ديك الجو ديال القرايه حاجه بسيطه كتضحك. سالت الساعه وغير صونات. انا الاول خارج. هادشي باش زوينا ديك الطاوله اللي حدا الباب. خرجنا من الليسي وغاديين كنتمشاو بجوج غادي خالقين وصافي. وصلنا لواحد الزنيقه. المهم الخوت ما تقولوش ليا طاكسي راه غير طريقنا بجوج وصافي. وصلنا لواحد الزنيقه هي فين كنتفارقوا وكل واحد كيكمل طريقه. قارين عاوجاني مع الجوج. قالتني وقالت لي غنتوحشك. مشات بحال تحركت لدارنا. دقيت حلت لي الوالده. مشات الكوزينه تبعتها وقلت لها الوالده اش ما فيقتينيش اصاحبي الصباح ولا ما فقتيش نتيا. قلت لي ودي راه كنكون مع مرا التليفون باش نوض نطيب الفطور. واليوم ما صوناش ما عرفت مالو. انا مازال ما هضرت. قربات لعندي تشم في ديك الروح ديال الفتيات. حيدات لي واحد الزغبه طويله لاصقه ليا في كتفي. قلت لي هاي على بوركابي. وليت عانق ليا مع البنات. يخ ما بلان ما بيكالا الصراحه. خدنا مع نقاني بشعر مطلوق قمة الإحراج. وزيدا كتقشب عليا وما عرفتش عاجبها فيك. وانت مطيب اتاي ما كيدوش من الحلق. اليهود كيعرفوا يديروا اتاي. الوالدة مفرقعها عليا. انا عييت ما نشوف. قلت لها الوالد راه داخل مع الجوج. خصني نتغدى بالزربه. ما تخلينيش ندير بحال البلان ديال اتاي عاوتاني نولي مطيب لك شي حاجه ساده لك المعده. خليته مشيت لبيتي سديت عليها وريحت. هو يشدني الوجع في كرشي. ناري يمكن ديك اتاي. تكونيكتيت في الواتساب لقيت سلمى مصيفطه ليا على الرام ديال الميساجات ولي زابيل. كيوصل جي شتيك ما تكونيكتيتيش. ياك ما بقيناش عاجبينك وبد الناس راه تكونيكتيت. على سلامتك كنت بخير. انا كندوي عادي وختنا عاد كنت مع هاد الصباح هذا. ودابا كنهضروا في الواتساب والعشيه غادي نشوفها عاوتاني مع الجوج. ولات بحال الظل كتفرق عليا غير في الليل وماشي حتى كتفرق. انا اللي كنت ديكونيكتا باش الناس حيت الناس اهم شيء بالنسبه ليا. بارك كندردش مع اختنا. عاودت لها البلان ديال الزغبه بدات كضحك.
قلت لي ما تخافش المره الجايه ندير الدره. قلت لها بنت الناس كل قال الوالد دابا. ديك الساعه غادي تقول لي با كيسكنني معاه. انا داوين حتى عيطات لي الوالده واجي تغدى. غسلت يدي مشيت ريحت معاها. الوالد ما كاينش خدام، كنت غدا ومازال شاده فيا على ديك الزغبه. وشكون هادي؟ ها عندك شي تصويره ديالها؟ هو صيفطها ليا. وشنو سميتها؟ جيبها شي مرة دير معنا كسكروط. وكنيتها شنو؟ الوالدة كتبان لي ضايعة فيها شي كوميسارية يمكن، كتعرف دير لونكيت. انا ماسح السما بليقة، كندير فراسي ما يجاود، كنتصنضح عليها ترى ما كاين والو من هادشي الوالد، راه غير واحد عشيري مربي الشعر وصافي. بركين كنتغداو والتلفازة شاعلة ومريح انا والوالدة حتى كيدوز ديك الاشهار ديال خلي ايامك احلى. شبعت انا اخويا. نضت خطوة وحدة للدوش، غسلت سناني ومشيت تنقاد في حال شي. المهم دخلنا عند السيونس مريحين لقدام. هاد المادة كتعجبني، بعدا كتقرا فيها شي حاجة كتخدمها في حياتك، ماشي بحال داك الفيزيك يسقط وجسم صلب. ودي خليها الله وصافي. نتبع مع الأستاذ داك اللي تيقرينا من النوع اللي صلاح من الفوق، عندو الشعر غير في الجناب، ما كنيتوش برادو ولكن كيشرح مزيان. يا اختي كنا باركين حتى قال لينا غنديرو واحد الكونترول على اساس مراجعة الجهوي وكدا. انا كنت من المعارضين صراحه حيت ما مراجع والو، ولكن سلمى حدايا. انا كنت كنخاف من امتحان العلوم الطبيعيه، ولكن عندما جلست بقربي سلمى لم اعد اخاف من شيء. عطانا الوراق ديال الامتحان ودابا خاصني نشوف ورقه سلمى بلا ما ندور وجهي. وحتى هي بنت الناس بعد الورقه ديالها كان هي نخلي وجهي مقاد، كندور في عينيا وانا ما كنشوفش مزيان. عينيا كانوا قريبيني يضربوا دوره كامله. عييت وانا نغزى. وبنت الناس تقربي شويه ولا غنوليو دايرين حد للعلاقه اللي بيناتنا. ترجمه ديال دوسان. قرباتها مزيان، بديت كنقول مع داك السيونس فيه كشبه بزاف، كندير كوبي كولي لكلشي. الا درت المزيان كنبدل شي كلمه غير باش ما نعيقوش وصافي. المهم داكشي اللي دارت سلمى درتو في ورقتي. هي ورقتها الحاجه الوحيده اللي مبدله فيها هي السميه. عطينا الوراق تحركنا. شعور الرائحه صاحبي، تخرج من اخر حصه وانت خادم كتحس براسك دوزتي ميسيون بنجاح. دابا غادي ناخدو عطله ديال المراجعه حيت شهر 5 غيدخل وخلاص. الناس باقي كيقراو ولكن انا درت عطله لراسي، سالينا كاع الفروض ما بقى ما يدار انايا. خارجين مع الليسي وكنحاول على راسي، خايف لا تقيسني شي طوموبيله ما خاص يوقع لي والو حتى ندوز الموحد. بقينا عاصرين حتى وصلات 6. والوالد بدا كيصوني عليا، كيصوني ويعاود الرعب. جاوبت هو يقول لي جيب معاك الخبز من الحانوت. ودي الوالد انا ركب فيا الروماتيزم قبل خلعه. قلت له خدنا الله يلي في راسك حتى نتشافو. تحركت حتى قربت للدار، دزت الحانوت خديت الخبز. عاد كنتفكر ما عنديش الفلوس. يهودي دابا انا يوقع لي البلانات وكاع الناس اللي في الحانوت واقفين كيتسناوني نخلص والثقيل. ولات الناس هادو. قلت لي نسيت الصرف انا نجيبولك دابا نيت حيت كيعرفني. درت داك الخبز في الميكا ديتو للدار، لقيت الوالده كتوجد كسكروط. هي تقول لي جاجي. قلت لها شنو؟ قلت لها جي نعلمك اتاي. قلت لها بلاتي الوالده صبري خصني ندير فلوس لمول الحانوت. يا ودي اجي نعلمك دير اتاي. الوالده الله يديك راه خصني نراجع. وتاجي تشوف كيفاش كيطيبوا اتاي. ما زدتش معاها، جبت كرسي ريحت كنتعلم. بقات عليا بحال داك خنا اللي في قناه سميره. هانتا كتجيب ولدي المقراش كتعمرو بالماء، كتحطو فوق البوطه حتى كتشوف الدخان، موراها كتجيب البراد كدير فيه. المهم الوالده بقات كتعلم فيه حتى سالات. خليته ومشيت. خلصت من الحانوت رجعت للدار لقيت الوالد كيتفرج في الاخبار وبنادم مركز. كنكلمو ما كيجاوبش. مشيت شعلت البيسي وريحت كونيكتيت وانا فيا واحد البريال الله يعفو عليا. كندخل اليوتيوب كنقصد طوندونس، كتكون فيه شي حاجه بعقله كنتفرج وكنستافد. لا ما كندويش الخوت على الطوندونس العربي وفضيحة شاب برازيلي، كندوي على الغرب كيحط لك فيديو كله افاده. وكنت بارك مكونيكتي ما عرفتش اش قال لي راسي، وبغيت نمشي نريح حتى الوالد شويه حيت قلت قليل فين كنعمر معاه. هزيت مشقوفي ومشيت للبيت. ريحت حدا وبديت مكونيكتي في الواتساب، مازال ما سخنتش بلاصتي. طورت وجهي لقيتو كيشوف فيا ديك الشوفات ديال السلام انت عارفو. الوالد كنشوفو غير في الليل وبالضبط في وقت الماكله. هبطت عينيا كندوي مع سلمى في الواتساب حتى كنسمع الوالد كيهضر مع العموم. وشوف بعدا اش قال لي. عمي سولو عليا قال لي فين راه ياسر. جاوبو الوالد قال لي ها هو حدايا. ويعاود يسولو عمي هذا. قال لي اش كيدير.
الوالد هو يضرب على تليفوني، بان ليه داكشي في الخضر، قال لي كيخدم في الواتساب. عمي هو يقول لي داك اللي كيدوي فيه فابور راه عاد دخلتو نيت في تليفوني، راه ليا نمرتو نبقى ندوي انا وياه. شفتي اخويا موقف ديال الكذب ما جاتش تقول لي لا، صيفط لي نمرتي وكملت الدردشه ديالي مع الحب والتعبير والرومانسيه والقلوبه ولي زيموجي ولا شي وجه في التليفون وديك الابتسامه ديال شي واحد كيحب وحنيكات حمرين. تيجي وصلني ميساج من عند عمي في اذكار المساء. مزيان تبارك الله، هادشي اللي كان ناقصني نيت. بلا ما نفكر درت ليه بلوك ويصوني على الوالد ويقول لي مالي ياسر بلوكاني. الوالد هو يشوف فيا ديك الشوفه الناقصه ويقول لي انت علاش بلوكيتي عمك. الوالد ما عرفتوش راه يسحب ليا شي دري ولا شي حاجه، صافي انا ردو دابا. يا ديك غير قطع عمي والوالد. الوالد هو يبقى عاصر عليا حتى رديت عمي، خليتهم ورجعت لبيتي. حتى انا ديما كنريح في البيت ومسد عليا، ونهار مشيت نعمر مع الوالد لصق لينا هاد البروسيدو ديال عمي. المهم طفيت الزمر، مبقيتش انا كاع باغي نتكونيكتا. الغد لي كيصوني ليا التليفون مع 7:02 ديال الدقائق. راكم عارفين دابا القصه ديال 2 دقائق شنو هي. طفيت ورجعت نعست. تما اللي معدي ما يدار، نمشي للمدرسه يكسى لينا الفروض. بنادم هو اللي يشد العطله يراجع. بقيت جابد عليها حتى 12 كتفيق فيا الوالده. والتنوض راك غادي تشرك الليل مع النهار. نضت غسلت وجهي وريحت كنفطر بوحدي. الوالد ما كاينش، والوالده شاد السون بواحد المسلسل تركي وقيله. نهاري كيدوز روتيني، كندير فيه 4 ديال الحوايج: الناس، الماكله، وكنتكونيكطا مع سلمى. وكنقول غدا غادي نبدا المراجعه. شهر 5 داز وما درت فيه والو. يلا كنهز دفتر كنحلو كيجيني الصاد، وما كاينش اللي داير ليا العصا في الرويضه ديال الاجتماعيات. غير كنتفكر كنحس بالفشل. بقات هكاك عطله يا ديك، دازت نعاس وتبعكيك حتى بقات يومين الموحد. عاد باغي نراجع، ولكن ما كاينش حل من غير النقله. واحد عشيري كيصرعهم، مشيت لعندو هو الاول لدارهم. قلت ليه صوب لي معاك، ما رداش ليا في وجهي. الصباح ديال الموحد فيق بكري، عمر جيبي بالزبيب الزيت كارطابلي وتحركت للهيسي. دخلت القاعه كنقلب على بلاصتي جات في الوسط ما بيهاش. ريحت كنقاد في النقله باش يسهل عليا نجبدها، حتى دخلوا خوتنا كيفرقوا في الوراق. يلاه سالاو. ضربت على بروديكسيون اكريت، ما فهمت حتى شي لعيبه. جبت ديك النقله فيها السيجيات واجدين، وكنشوف واش كاينه شي كلمه كتشابه، حتى طحت على واحد السيجي. درت النقله في يديا وطحت كنعمر في الورقه. حطيت لهم السيجي واجد ودزت لدوك الاسئله ديال النص. وانا نتسمر مزيان. بديت كنشوف واحد السيد مريح قدامي هابط على الاسئله، وباينه فيه خونا قراي وكيقرا في البريفي. خونا رطب. بديت كنغص فيه هو يا سؤال واحد الله يحفظك. صيفطوا لي بالرجوله هو والجوج، وزيد معاك حتى 3 بالرجوله. خونا بحال ما هضرش كاع، ما حاشاش ليا. حديت المراقب حتى غفل وبديت كنغص فيه بالبركار. شوف يا غدوز لي الاسئله، يتا واحد ما غيخدم ديك الورقه وتنطق بكلمه وحده غتلقاني كنتسناك في الخروج. زريتو هو كيحاز ليا الورقه ديالو للجنب، ما ضربش عليها صورتها بعينيا. بديت كنقول من عنده، وسؤال كنعقل عليه كامل عاد كنكتبو. ساليت قلت لي انت الرجوله يقيسك شي واحد سول فيا، واخا هو كيبان كبر مني. المهم حطيت الورقه وخارج ناشط. كانت لاقا بسلمى ما جاتش معايا في نفس القسم، اما كون كانت تكون خدمت ليا كلشي. ترى كيكونوا لي كوبل عاطين مع الدروج وكتسول فيا خدمتي مزيان. قلت لها خدمتي مزيان. قالت لي شنو درتي في ديك السؤال الاول؟ قلت لها ما عرفتش. قلت لي كيفاش ما عرفتيش واش كتقول خدمتي مزيان وانت عاوتاني باغي تخرج لي عقلي؟ قلت لها صافي يا صاحبي انت راك عارفاني زرقنا في الفرونسي، راك عارف سيطاندي غير نقلها. بقات كتشوف فيه وسكتات. خرجنا من الباب ديال الليسا والعشيه عندنا العربيه. الله التعبير والانشاء ديال هذا كنعبر فيه وكننشأ، وخصوصا اللي كان شي موضوع شخصي كنطلق فيه الدوبرمان. كنبدا عليهم بديك سافرت وانا وجدي الى الفضاء. تحركنا وكندويو في الطريق وخدنا فرحانه بزاف. قلت لها سولت زعما، قلت لها مالك؟ قالت لي فرحانه حيت خدمتي مزيان. الله قلبي توشاتني هاد الجمله هادي اخويا، كنت كنتسناها تقول لي فرحانه حيت هي اللي خدامه مزيان. رجعنا للدار لقيت الوالده كتسنى فيا ومخلوعه. ما دخلت قالت لي ولدي كي دوزتي ياك ما صعيب؟ قلت لي داك الزبيب دار شي مفعول؟ قلت لها خدمت كلشي. كوني هانيه الوالده، الامور تكون على ما يرام. واحد الوالد في الخدمه ما صونا ما حتى شي لعبه، ديك اللعيبه ديال دبر راسك.
دوز ما دوش، نجاح سقوط، عارف الزمان كيدير وعارف الخدمة في هاد البلاد السعيدة كيديرة. ما كانش باك صاحبو ما كاين والو، واخا كيتهزو بعض المقاعد ولكن الأقلية وصافي. المهم الوالدة حطات الغدا و بدات كتعيط ليا. مشيت للبيت كنشوفها دايرة دواس، زعما الوالدة راه عندنا موحد، ناكلو شي بسطيلة شي صالاد موس فرشاط. قالت لي هو غير نجاح غير نجاح وليدي ونصوب ليك مال الدوا طاب. قلت لها لي خطيك الوالدة غير ضحكين وصافي. وصلت الوقيته خاصني نمشي، جمعت شطيطي وتحركت. صونات ليا سلمى قالت لي تسناني فين كنتلاقاو ديما. وصلت قبل منه وبقيت عاصر كنتسناه حتى كتبان ليا جايه من البعيد، وشي لباس مزير وداك الصهد ديال الوحدة ونص والمشي كي دايره. انا تعجبت صراحه، ما عمرني شفتها هكاك. وصلت حدا شي دراري بداو كيتعنبوا عليها وكنشوفها، هزات ليهم ديك الصباع اللي كاين الوسط وجات لعندي اخويا. حسيت براسي مهم، تزادت شويه طلعه، تبدلات ليا المشي كاع. حنا غاديين شاده ليا في يدي، قلت لها اسمها بنت الناس جلالب جلالب. ما فهمتش، قلت لي شنو؟ قلت لها هو الواسع الواسع، ما نعاودش نشوفك لابسه هاد الشهاده. مزيان تبارك الله. بداو يتعنبوا ليا على مرتي انايا، تنكون ماشي راجل. في الاول بدات عليا بديك التبعكيك ديال وراني قمعتهم مديتهاش فيهم، اش بغيتي اخر وما فيه اللي يزيد معاه في هذا الموضوع. قلت لها نهار نشوفك هكا غير نساي شي واحد سميتو ياسير من الاخر صافي. بقات كتشوف فيا واخا ما عجبهاش الحال، قالت لي ما يكون غير خاطرك. وما نكذبش حتى انا كنشوف بعيد ما ناويش نتفلى. وصلنا لديك الجردة ديال الليسي، مسال الحال بنادم كيراجع. انا عندي النقله في جيبي ما كاينلاش نحفظ، واصلا ميموار انسيفيزون. بقينا مريحين حتى وصلت الوقيته، دخلنا كل واحد شد بلاصتو. ديك خونا اللي نقدني في الفرونسي قال لي العربيه ما مراجعاش. ما تنسانيش اخويا الا بغيتي الله يحفظك. قلت لي ما تخممش، داكشي اللي كتبتو في ورقتي راه غادي يوصلك. خونا الظرافات كنطاق غير بالكلام الزوين. جاو دوك وجوه الخير كيفرقوا في الوراق، غير مشاو جبت انا ديك النقله بالخف اللي فيها القواعد، طحت على الاسئله. واصلا كنا درنا بحال هاد الشهاده عند خونا الصباط مقمقم. قبل ما ندوز الانشاء كتبت داكشي في الوساخ اللي عندي، دوزت لخونا قدامي ما جاتش نخليه. خونا شاده وكيتفتف. دزت لداك الانشاء، حركت السيلو ما وقفتش حتى درت نقطة النهاية. خرجت ما تسنيتش سلمى ديريكت للدار. دخلت ريحت مع صحاب الدار، وكما العادة الوالدة هي اللي كتسول، اما الوالد تيقول لي غير ياك ما خصك شي حاجة. كليت شوية وخرجت عند واحد صاحبي قراي تا هو. قلت لي بالرجولة خدام ديال الاجتماعيات غادي يكون عندي تليفون نتكونيكطاو في الفيسبوك. وصفت ليه راك عارف. قال لي صافي صافي مرحبا. رجعت للدار دوشت جبت عليها بنعسه، غدت لي في الصباح تربيه اسلاميه، عتقونا غير الدراري. وفي العشيه مدوزين للشماية. دخلت شديت بلاصتي التليفون في جيبي، ما عطاونا الوراق النقله ساهل الحاله. هبطت على الاسئله كاملين، واختنا اللي كتحضينا كدور بين الصفوف ولابسه طالون طق طق. دارت لي الالم في الدماغ ديالي. وصلت الموضوع، حطيت المراقبه حتى ريحاش وجبت التليفون. خدمت تروجي. دخلت الفيسبوك لقيت خونا كيكتب لي الموضوع ومصيفطو ليا. بديت كنكتب والتليفون في يدي مخبيه مورا الدار ديال خونا اللي مريح قدامي. بارك تنقول حتى دخل على غفل الاستاذ ديال الفيزيك اللي ما كيحملنيش. وما عندي كندير رجع التليفون لجيبي، حطيته فوق الطاوله وغطيته بالوراق. خونا دخل كيقلب، ما وصل حدايا. انا حسيت براسي بحال بديت كنتخنق. انا وياه ما كنحملوش بعضياتنا، وهادشي محال يخرج بخير. بقى واقف ليا عند راسي وانا داير فيها الثقه في النفس واخا غنطرطق. واحد اللحظه التليفون هو يفيبري، ويبدا الاستاذ كيقلب لي في الطاوله ديالي حتى لقاه، ولكن ما خليتوش يهزو. صبقت يدي وانا نديرو في جيبي. قال لي راه التليفون ما بغيتش. بقى نفشد لي نقطع عليك، وما هو حاقد عليا جبت السيلو احمر ولصق لي حاله غش. خرجت من القاعه وتنشوف ناري. شنقول دابا للوالده؟ جبت التليفون نشوف مالو فيبرا، حتى كنلقاها عمي مصيفط ليها في الواتساب: إن لم تنشرها فاعلم أن الشيطان منعك، وموت نتايا دابا بسبب عمي. راح كل شي. بحركة بسيطة خرج ليها على قرايتي. مشيت للدار والدمعة في عينيا. دخلت لقيت الوالدة في الكوزينة، قلت لها الوالدة سمحي ليا، اشنو وقع وشنو وقع؟ من الاخر ما خبيت عليها والو، وكنت تسنى تغوت عليا ولا تضربني. تشويه بانت ليا عنقادني. قلت ليا انا بغيت غير ولدي يكون حدايا، ما خصنيش بنجاح ولا. واسمع خويا اسمع، الحنانة هي الوحيدة اللي تبغيك بلا ما تعطيها حتى شي حاجة. اما ديك عمي بلاتي تنسالي ليه ونتفاهم معاه. لا هو لا الاستاذ ديال الفيزيك. في الليل مريح في البيس حتى جا عندي الوالد، ما دخلنا حتى عنده، لا سلام لا كلام. لصقت ليه. شوف خوك شنو مصيفط ليا.
وانا كندوز الموحد صاحبي عاد صيفط لي هو هاد الميساج وبسببو حصلو عندي التليفون. انت شو الوالد والله ما خبيت عليك، شو التاريخ امتى هو صيفط لي هاد الميساج هذا؟ راه كانوا كيسحبوني كنقول ولا شي حاجه. كنتسنى الوالد انه غادي يصوني الخوف في البلاصه هو يسمعو الهضره. قال لي هذاك راه عمك احترمو وموت نتايا. خليته وكملت نخدم في البيسي. قال لي كنتي كتقلب عليهم انت كتشوف دابا العام الجاي لقاوك عاوتاني في نفس القسم ومشى. فاش بغيت الناس تكونيكتيت لقيت سلمى مصيفطه ليا شي 40 ولا 400 ميساج وهي سير جاوبني راه سمعت الغواش في القاعه ديالكم وسمعت صوتك كنتي كتغوت انت والاستاذ واش بصح سنا ليك في الورقه. وسولت الناس برا قالوا لي انت اللي وقع لك المشكل. الا كان بصح قولها ليا على الاقل نقولها لبابا يعطيوك السدراكيه. قلت لها ما تشوفي لي حتى شي واحد دير غير في قرايتك. ديكونيكتيتو الناس الغد اللي ضربتني فيقه مع السبا مبغاش يديني الناس. كنفكر بزاف ديال الحوايج. دابا واش انا بيطالي غنبقى مريح في الدار تكون غير حفاظ تكون غير قريت. اشنو غادي ندير دابا؟ يا ديك مشيت للكوزينه دخلت فطرت ليا بالزربه صوت اتاي جا ناضي هاد المره هادي زيد شي صرف كان مازال عندي. خليت الوالده مازال ناعسه وخرجت مشيت للمدرسه ديال الحلاقه. تسجلت معاهم جبت التليفون صونيت على الوالده عاودت لها لافير. قلت لها داك الكراج اللي تحت ديال الدار غيولي ديالي. قلت لي صافي ولدي ما تجي فين تاخد ديبلوم حتى تلقاني صوبتو وعمرتو وبدات تخدم فيه. الوالده مسكينه متعاونه بزاف. بزاف ديال الدراري ملقاوش امهات ديالهم بحال هكا. المهم غادي نزرب بكم شويه الاحداث. خديت ديبلوم ديال الحلاقه ودوز حتى البيرمي. الوالد عمر لي المحل صبغو مزيان دار فيه المرايات كلشي رجعو هو هداك. علقت فيه ديك الدبلوم وحليتو ديك الصباح وبقيت مريح غير كنتشمش مريح بوحدي في المحل. واش غندير؟ عيطت لواحد البروش من الحومه قلت ليه نحسن ليك فابور وسير وراه لولاد الدرب صافي. قال لي واخا. حسنت ليه وصرعتو مزيان. مشى كيدير لي الاشهار في الدرب كلهم جاو عندي. بدات كدور الحركه كاع ولاد الدرب حسنت ليهم عاد بدا كيجي البراني وصافي بقيت خدام بحال هكا نهار على نهار والصرف محرك وداخل راكم عارفين. دوك اللي دوزو معايا الموحد حتى هما حسنت ليهم. يا ديك واحد الصباح فقت بكري حليت المحل شطبتو هو يجي عندي واحد خونا ليد ديال بوب مارلي ريح باش نحسن ليه وخونا داك الشعر عندو كنخشي في يدي ما كتبقاش تبان. واه شعر كتير عندو. وراني واحد التصويره ديال السواقه قال لي بغيتك دير لي شي وحده بحال هادي. حطيت قدامي ديك التصويره وبديت كنحسن ليه وخايف تخرج لي شي حاجه من داك الشعر. المهم صوت ليه التواشا درت ليه ترطيبه ولد الناس خدا مني الوقت. ولكن دخلت معاه ديال بصح ديك الصباح ساليت معاه مشى بحالاتو وريحت كنخدم في التليفون حتى كيدخل عندي شي واحد. هزيت عينيا كنشوف لقيتو ديك الاستاذ ديال الفيزيك اللي خرج عليا. مع دخل المحل شافني وهو يتصدم بقى كيتردد واش يدخل ولا يخرج. انا حضرت عيني كنكمل الخدمه في التليفون حتى شفتو دخل وريح في الكرسي. حتى انا ما عنديش حل. نط لبست الطابليه خدمت الماكينه قلت ليه تشرط كيفاش بغيتي تحسينها. قال لي دير لي سامبل ب4 ايام وصافي. درت ال4 ايام بديت كنحسن ليه والسكات حتى هو يقول لي يا سير داكشي اللي كنتي كدير راه ماشي معقول. انا وانا نشعل ديال بصح وجهي ولا في الاول احمر وراسي بدا كيسخن بلاص ما يطلب السماحه شنو كيقول لي. كانت كتبان لي نسد ديك المحل ونتكرفس عليه مزيان ولكن تقيت له وبردت حتى قال لي شوف انا راه عندي ليك خدمه ما احسن من هادي يلا غادي نقول لي خشاف. هو يلصق ليا قال لي انا عارفك ما غاديش تبغي حيت مازال حاقد عليا ولكن نفترض دوك ونجحتي في السيزيام ودزتي الباك وديتي ودرتي شي ايكول وخدمتي داكشي اللي غادي تدخلو من اي خدمه في هاد البلاد غادي تدوبلو على 10 في هاد الخدمه هادي اللي عندي ليك. قلت ليه من هكاك علاش ما خدمتيش فيها انت نيت. واحد عنده خدمه فيها العلاقه ديال بصح غيخليها لواحد اخر وغادي يخدم هو استاذ. قال لي انا راه شريك مول الشي في ديك الخدمه وكيوصلني النص من داكشي اللي كيدخل. المهم من الاخر انا غير بغيت نعاودك على داكشي اللي درت ليك نهار الموحد. بغيتي تخدم مرحبا ما بغيتيش انت تعرف. قلت ليه خلي ليا نمرجك حتى الليل ونهضرو في هادشي. دابا غيبداو يجيو الناس باش نحسن ليهم. عطاني نمرتو ومشى فحالاتو غير خرج هو يبدا بنادم كيدخل والعلاقه بدات داخله. ترى من حوزه خونا هادي مكان ولا ما عرفش.
بقيت خدام ومع عندي اكثريه غير الدراري، حيت كنفهمو في التحاسن. يعني الرجال الكبار غالبا ما كيجي فيهم حتى شي واحد، نادرا الا جا شي واحد راه كنحس لي حسنه هاديه تيمشي وقليل فين كيرجع. المهم خدام وخالق معاهم الضحك والنشاط، نهار كيدوز غير بالضحك. في الليل سديت المحل وطلعت للدار، تعشيت وريحت مع صحاب الدار. حتى الشخصية ديالي بدات كتبدل، حيت ملي كيولي عندك مصروف كنت تحس بالمسؤولية. وانا مازال صغير بزاف، ما عندي ما ندير بداك الخير كامل اللي كيدخل. بديت كنتهلا في الوالده والباقي كنخسرو على راسي. الوالد راه قاد بشغلو واصلا كيحلف ما يصرف درهم من عندي. بقينا مريحين كنهضرو، تفكرت البلان ديال خونا مول الفيزيك، عاودتو للوالده ما قالتش ليا لا. الوالد اللي تعكس معايا في ديك الوقيته الاولى وقال لي انا في نظري راك ولدي في المحل ديالك خدام دقه دقه، ولا خصاتك شي حاجه غير قولها ليا. ولا راه بشوي بشوي الانسان راه كيبني حياته، قطره قطره كيحمل الواد. ما تزربش، راه بنادم ما فيه ثقه. ولكن في الاخر قال لي اللي بغيتي ولدي ديرها، راه كبير وعارف شنو كدير. صونيت على خونا ونقول لي شنو غادي ندير في هاد الخدمه هادي. قال لي غادي دوز البيرمي باش تسوق الرموك، وتبدا تنقل السلعه من مدينه لمدينه، وغير مره واحده في السيمانه، وغتكون ساكن واكل شارب ما غيخصك والو. المهم الا بغيتي تخدم قول ليا باش نصوني على السيد ونعرفك عليه. راه خونا ملاعق وما غاديش توحل معاه من ناحيه الخلاص، وراه درت معاك في داكشي. قلت ليه 10 دقايق نرد عليك. قطعت وبديت كنفكر، نمشي تما نضرب شي صرف بعقله ونجي ندير بيه شي مشروع هنايا. مازال ما دازت 10 دقايق بديت كنصون عليه. قلت ليه صافي غادي نمشي. قال لي دابا عجبتيني، بنادم ولا يبغي يتبدل. المهم انا غادي نصون على السيد باش نقول عليه، ونيت انت تبدا توجد، وراه غادي نعطيه نمرتك ونقول ليه صيفط ليك شي واحد يجي يديك باش ما تمشيش في الكار. في الاول قلت ليه غير خلي بلاش غنمشي غير في الكار احسن ليا، ولكن ما خلانيش. صافي تفاهمت معاه وقال لي غيجي واحد الدري يديك الصباح بالطوموبيل. المهم في الصباح كون واجد، فاش يقرب يوصل عندك راه غادي نصوني عليك باش تخرج عنده. قلت ليه صافي. قطعت عليه نوض، جبت واحد الساك ديالي من البلاكار، درت الكيت في ودني وبديت كنجمع فيه حوايجي اللي غادي نحتاج، وجدت وحطيت وحده السرير فين كنعس. خرجت عند الوالده والوالد، قلت لهم راه غادي نتحرك غدا ان شاء الله. الوالده كتعجبني غير بالدعوه ديالها، اما الوالد لسانو جمله وحده اللي فيه، حدا راسك كحل الراس راه صعيب. خليتو مجبد على بنعسه مزيانه. الصباح فيق بكري كيصون عليا خونا مول الفيزيك بحال ما غتشرق الشمس. قال لي راه خونا كيتسناك. فطرت لبست حوايجي، لقيت الوالده فايقه عنك توخى بالسيف باش فارقتها، ولكن قلت لها ما غاديش نتعطل. خرجت لقيت واحد الطوموبيله كحله في راس الدرب، قصدتو. خويا السلام عليكم، تا هو فلان اللي هضر معاك استاذ ديال الفيزيك؟ قال لي هو هذا. طلع مرحبا بك. حليت الباب، ركبت خونا سايق حديده بزاف. قال لي واش في راسك؟ اللي كيخدم معنا راه ما كيخصو حتى شي خير. قلت لي راه قال لي خونا انا غاديين والسكات، انا ما عنديش ما بحال هاد الاجواء، بغيت زعما نخلق الجو. قلت لي شو سميتك؟ بدا كيشوف فيا ديك الشوفه ديال جدا في راسك. ولكن خويا الله ما هكا ولا السكات. قال لي سميتو عمر. انا غاديين والسكات تاني بدات كتبان لي ننزل نرجع في حالي كاع. المهم الطريق كامله دازت مقناطه ديال بصح حتى دخلنا للمدينه، وخونا ولا كينقص في السرعات زيانة القضيه. وصلنا لواحد الدار قال لي هادي راه ليك بوحدك، كاع داكشي اللي غادي تحتاج. اليوم ارتاح ليك، وغدا واش بدا دوز البيرمي باش تبدا الخدمه معانا. قلت لي مرحبا. دخلت للدار، واه كي دايره مفرشه في بيسي بلاي كونيكسيون، اهم حاجه فيها واحد الناموسيه ما يمكنش. الناس فيها حلوه، حيت الناس اجمل حاجه بالرجوله. هاد البلاكار قديت فيه حوايجي، حيدتو من ديك الصاك، وفي الليل شعلت ديك البيسي وبقيت مكونيكت حتى عييت. يلا نط الناس كنسمع الدقان بالجاد، صحاب الوقت وما يديروهاش. نط مخلوع كنجري، حليت الباب كنشوف واحد البنت تكون طويله عليا واحد شويه، في الجمال، بيضة كتر من التيد ورطباها. بقيت كنشوف ديك الشوفه ديال التعجب. قلت لها انت اللي دقيتي الدقادي؟ قلت لي انا. ما بغيتش غير كنشوف، ميمكنش دوك اليدين الرطبين يدقو بحال هكا. قلت لها لاباس الليل هذا كتسالي الكرا ولا شنو هو؟ قلت لي لا غير جيت نشوف واش خصك شي حاجه. قلت لها لا ما خصني والو. يلا بغيت نسد الباب وهي تكالي برجليها. كيما نادي في هاد الليل هذا. حليت الباب، قلت لي انا راه مصيفطني داك اللي كتخدم معاه باش نحضيك. بقيت كنشوف فيها.
قلت لها انت واش حضيني انايا؟ قالت لي انا غادي نحضيك. تا خونا ما عرفتش قال لي راسو، حسبنا براسو وقيله ولا ما عرفتش. بلاص ما صيفط لي شي واحد بركابي صحيح كيخلع، ما صيفط لي الزبده، انا اللي خاصني نحضيها. مازال واقف كنشوف ختنا دخلات وخلاتني واقف. سديت الباب وانا نتبعها، مشات للكوزينه لقيتها مقاد كلشي ناضي. قلت لي ما طيبتي والو؟ قلت لها لا ما طيبت والو. قلت لي حيد من قدامي، ويلي للراجل انا خويا قعداو ليا وغير واقف وكنشوف. مشات للثلاجه جابت شي شواشة وبدات كتصايب العشاء. انا درت كرسي وريحت وبدات كتجبد لي في المواضيع. قلت لي سير شنو كتعرف طيب؟ جدي باش عرفت سميتي؟ قلت لها باش عرفتي سميتي بعدا؟ قالت لي راه قال لي خونا اللي غادي تخدم معاه. قلت لها قلت لها كنعرف ندير اتاي علاش؟ دارت وبقات كتشوف ديك الشوفه ديال ويلي ما من هنايا. قلت لها نوض غادي تعلم دير الشيوات بنادم. ما توقفش حداها كنشوف وهي تبدا عليا كنقطعو مطيشه وكنجبوها البصله الخيار بولفاف سكينجبير شي سلطه كيفاش كتصوب. انا كاع ما كنت متبع معاه اصلا، كنسمع هنايا وليه كنشوف لها غير في وجهه وساهي. واقيلا تزعجت. قلت لها صافي تعلمت. قالت لي واجي دابا تشوف كيفاش غادي ندير للشيف الهور والبيض. بقيت كنتبع معاه حتى طاب داكشي وخنا ضحوكيه، ولكن كنتعشاو وسولتها. قلت لها واش غادي تباتي هنايا ولا؟ قالت لي قلت لي غادي يجي ابليس غادي يريح معنا. بداو كينزلوا عليا شي افكار ما هماش. خنا بقات كتشوف فيها. بديت كنقول مع راسي مشي راجل اللي ما دار شي والو اصاحبي، ما تكونش بارد القلب، راه مزهادي بوحدكم والدار خاويه. ما يمكن هذا الشيطان اللي كيدوي لي في ودنيا. استغفر الله. نضت غسلت وجهي ويدي عاد رجعت كنكمل في العشاء. زعما درت رودي ماري تعشينا. تقول لي يلا نلعبوا في البلاي. بنت الناس راه باغي الناس قريب يطلع الصباح. قلت لي تاجي نلعبوا اصاحبي مازال الحياة راه عندك اصاحبي. انت ماك مريض اصاحبي معقد. هي من راه طويلة تناس فيها ومصوبش العشاء وزايدة باغي تناس. ما كتصر من والو ولا شنو انت راه خصني نفورماطيك ونعلمك كيفاش تعيش من الاول. خدنا مسالي راسها ما عندها ما يدار. مشات شلات البلاي ريحنا كنلعبو. ومرة كيجيوني واحد الافكار ديال الويل، ولكن دغيا كنخوي دماغي. واحد الجانب ملائكي عاونتني في البلاصة. الوالدة صونات ليا واخا معطلة. جاو بقيت داوي انا وياها. قالت لي راه دغيا توحشوك انايا. الدراري راه جاو كيسولو في المحل بان ليهم مسدود. احساس رائع صاحبي يسول فيك بنادم وانت ما فراسك والو. المهم كندويو وديك بنادم اللي مريحة حدايا عطسات. الوالدة سمعتها والوالدة عزيزة على هادشي هذا. بدات كتشد فيا فين جالس مع من جالس فين بيت كدا، ولكن ما عطيتهاش راس الخيط. المهم صافي سطرتي بالزربه قلت لها الله الوالد راه غادي الناس تواد انا. وقطعت قبل ما تقول لي شي حاجه اخرى. ديك خدمه ما كانت مريحه حدايا وكتسمع لابيل كامله. قالت لي باينه شريت لك الصداع مع امك. قلت لها لا هانيه فراسك بعدا راه مازال ما كنعرفش شنو سميتك. قالت لي انا سميتي ايمان. قلت لها متشرفين بقينا مقصرين حتى عييت مزيان. قلت لها راه بغيت الناس تلاحي قلبي على شي بيت وناسي فيه بلا ما طريحه حدايا هنايا. قالت لي لا راه هاد البيت صاحبي راه فيه جوج نوامس كل واحد ناموسيتو. قلت لها واش شويه لاباس ولا مالك؟ ترى كل جوج كيكون الشيطان هو الثالث ديالهم ديما. دفعتها كنخرج فيها. والله لا غمضتي عينك في هاد البيت هذا غنساي. اصلا انا راه كنشخر بزاف عجباتي فايقه. خرجت سديت الباب ونعست. الصباح كتدق عليا اختنا تفرقت فطر بنادم. ما تمزقتش لها ويتصون عليا في التليفون ما كان تحت الوساده وداير لي ديك الفيبرور. ما قصش بالخلعه. تخلي داك الشي في الحلم كيصحاب ضربة الزلزال ولا ما عرفت شنو. نطت بالزربه نقصت وانا نحل الباب. قلت لا 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 الخدمه هادي ما تعاوديش ديرها معايا خليني نفيق على خاطري هنايا. تسبي لي في صدمات نفسيه ولا شي حاجه. ما بغيتش نتسولها منين جابت مرتي حيت غتقول لي من هاد السيد اللي غادي نخدم معاه. المهم غسلت وجهي مشيت كنفطر معاها وزعما كندير ديك الماكله ديال الصواب. ولكن خدنا ورا كتخشي في وجهها ديال بصح ما كاينش اللعب. سالينا الفطور جمع الطبله مشيت شات البيسي وجي طريح حدايا. جات تليفونو بدات كتوري فيا شي تصاور ديالها وشافتني مركز معاها. قالت لي سير ناول لك واحد البلان ديالي وما تقول حتى شي واحد. قلت لها قالت لي الصراحه غادي نعاودو لك غير الجايه حيت ارتحيت ليك في الهضره. قلت لها كنسمع. قالت لي انا كنت مصاحبه مع واحد الدري كبير شويه كان موعدني بالزواج وثقت فيه. واحد المره كنت مريحه انا وياه وقال لي ايمان عطاني شوف تليفونك. عطيته ليه دخل تصور بقى كيشوف. انا ما قلت ليه والو زعما حيت غيكون راجلي في المستقبل. ما عرفتش كيفاش غفلني وخد لي واحد الفيديو كنت ما لابسه فيه حتى شي حاجه. داز مده وبقى كيهددني بيه وكيطلب الفلوس وليه بارطاجيه في فيسبوك وداكشي.
بقيت ديما كنعطيه الفلوس. واحد النهار قلت هاد السيد اللي غادي تخدم معاه، مشى لعندو وشبه وصدير بصح، راه لا قللتي فيها غير الشوفه غادي نتحاسب انا وياك، سمعتي؟ قلت لها سمعت. خونا مصيفط لي بنت وعرفني غادي يكون غير انا وياها في الدار، وكيهددني من الفوق، وفما نتايا يمكن باغي يدير ليا بلاني باش يتيستيني ولا شي لعيبه بحال هكا. قطعت عليه، كملت الخدمه ديالي في بيسي شاد بيه ستون، التليفون حطيته فوق رجليا، كيوصلني ميساج من عنده فيه العنوان اللي غادي نتلاقاو فيه، وعلى حساب ما قريتش فيه خونا عطيني العنوان ديال قهوه ماشي دار. قلت له ايمن عاودي لي شويه على الوالد ديالك، راه مازال ما كنعرفوش اش كيدير وغادي نخدم معاه وكذا. قلت لي اودي باش نعاود ليك داكشي كتير اللي بغيتي نبدا ليك. المهم انا بابا شويه عصبي وكيتنيرفا بالزربه، سيرتو شي حاجه اللي متعلقه بالخدمه. هاد المره جاب واحد السيد باش يخدم معاه بحالك، ولقاه كيتفلى ودار معاه اللازم. قلت له شنو بغيتي تقصدي بدار معاه اللازم؟ قالت لي راك عارف ما خرجش منا سالم، الخلعه بدات كتدخل معايا، خويا جابني للتشاده، كون بقيت شاده ماكينه ديال الحسانه والموس وهاني مع راساتي، بقيت كنشوف فيها وساكت. يلا غادي تكمل؟ قلت لا صافي صافي صبر صبر ندير واحد الحاجه في بيسي، ما باغيش نسمع شي حاجه اخرى نولي معلق من هنايا. انا جيني باش نخدم نضرب اللعاقه، راك عارف داكشي اللي قالوا لي استاذ ديال الفيزيك راه ماشي عادي، والفياق بكري بدا بالمشري، وراكم عارفين انا فياق يعني من الاخر تكون صغير تضرب اللعاقه، راه ماشي تجيك العاقه قليله وتبقى غادي وكتكبر، يعني من الاخر باش تجمع الفلوس خاصها تكون كتجي كتيره، اما لا جات قليله واخا تكون مداومه عمرك غادي تجمع منها شي حاجه. وانا ندور عندها قلت لها بعدا شنو دايره في فيسبوك ديالك؟ ناضت بدات كتكتب في الكلافي، قلت لها اجوتي، وبقيت كنتساهل في تصاورها وهي مريحه حدايا نيت. دخلت لواحد التصويره عندها عجباتني بقيت كنشوف فيها، بات الكومونتيرات ترى خوتنا كاين الشعراء تما، وانتوما كتكتبوا لي خويا اسامه ديال ناقص في 36 ساعه، خوت كيسولي لي يا صاحبي. المهم شويه جات العين ديالي على واحد الكومونتير السميه ديالو مغرباش عليا، استاذ ديال الفيزيك هذا يعني مقطر حتى هو. وانا دور عندها قلت لها ايمان بوش باك عنده الفيسبوك ديالك؟ قالت لي لا صاحبي واش تمسطي ولا مالك ما خصوش يشوفو. قلت لها واد خونا هذا كتعرفيه؟ وريت التصويره ديال البروف. قالت لي لا، ورق لي خونا كيتعنى بالبنت عشيرو. وصلت الوقيته ديال الغدا، ايمان موجده ريحنا كناكلو سالينا انا تصوبت حالتي. قلت لها غتمشي معايا ولا غتريحي هنايا؟ قالت لي لا غادي نمشي معاك ضروري. لبسات الحوايج ديالها، تحركنا لديك القهوه مع دخلت كنشوف واحد السيد مريح، الفورمه هي هاديك نتظرك حاليا كيبان هارب من شي فيلم امريكاني. قالت لي راه هو بابا. انا وليت غير حاضر عينيا، ريحنا حداه قال لي عاود لي عليك الاستاذ ديالك، واش عاود ليك والي الخدمه معنا؟ قلت لي راه عاود ليا، وقال لي بلي راه خاصني ندوز البيرمي باش نبقى نقل شي سلعه من مدينه لمدينه. قال لي تماما داكشي اللي غادي دير، وعارف الصالير اللي غادي تاخد. اصلا انا خوت البلاصه اللي حنا جالسين فيها الديزاين ديالها في شكل يعني اي طبله ما كتشوفش الطبله الاخرى شنو فيها ولا شي حاجه. ممكن نظن كاين منكم اللي غادي يعرف هاد النوع ديال الريستوات والقهاوي. جبد واحد الباليزه صغيره هو حط ليا قدامي شد شي هذا ياك انا شيفور، حليتي كيبانو لي الزرقاء محسومين بلاستيك، تو تلا ميمكنش، ما بينش لي انني مصدوم ولا شي لعيبه، حيت ما بغيتش نبان شي واحد عاد غيشوف الفلوس. قلت هادي همزه بالنسبه ليا تا صافي، بغوني نكون شيفور شيفور واخا يعطوني تا ما عرفت شنو، ولكن في نفس الوقت بغيت نبين ليه رفيق شويه. قلت ليه واش هادشي هذا كامل غير باش نقل سلعه من مدينه لمدينه في رموك؟ قال لي وهادشي راه والو، غير فرحتك شويه وصافي. المهم رب وحدك من بين كاع الناس اللي خدامين عندنا، اختاريتك وغادي نخلصك هاد الشهاده، حيت استاذ ديالك عشيري وعشيري الروح بالروح. عاود لي على البلان بلي راه حصلك كتنقول وخرج عليك وبغى يعاودك وما رديتهاش ليه في وجهو. المهم انا راه خصني نمشي بحالي دابا، وقبل ما نمشي بغيت نقول لك شي حاجه. اولا راه وصيت عليك واحد صاحبي باش تبقى تمشي لعندو وتدوز البيرمي، وراه ايمان عارفه راه هي اللي غادي ديك عندو غدا. ثانيا الا خصاتك اي حاجه صوني لي انايا. شاف ايمان هي تنوض بعدات ويقول لي ثالثا بنتي راه معاك، عندها كيدوخ معاك الشيطان. قلت لي علاش مصيفطه تبقى معايا؟ هي قالت لي غادي تحضيني. كيفاش غادي تحضيني؟ قال لي ما صيفطتش باش تحضيك، ولكن صيفطت باش تبقى توريك البلايص
قلت لي وصفت لي في بلاصه شي واحد اللي زعما غيكون كيركب معايا في الرموك وغيوريني وداكشي، نتعاون انا وياه. بقى كيشوف فيا وساكت، وقال لي والمهم انا غير علمتك عاودني منك. ناضو خلاني مازال مريح تما، تا جات ايمان قالت لي يلاه نتحركو. نط باش نمشي وحنا دايزين، كيبان لي بنادم كيشوف فيا بواحد الطريقه في الشكل. عاد من بعد عرفت بلي هاد الريستو هادي وهاد القهوه راه ديالو، وما تيجلسش فيها اي بنادم عادي غير اللي خدامين معاه. المهم انا جايكم الهضره، داكشي اللي مازال جاي من بعد بزاف. خرجنا تمينا غاديين، خدنا قصدة السوق، هبطنا تقدينا منو شي لعيبات، وحنا غاديين خدني يشد ليا في يديا. قلت له وختنا لا ما تزرب عليا، باغي يكون ورانا ولا شي حاجه. قلت لي لا لا ما تخافش راه ما يدير والو. هادشي هذا الخوت كامل غموض ومازال ما فاهم فيه والو، ولكن كلشي غيبدا يبان شويه بشويه مع الوقت. وصلنا عند واحد خونا كيبيع كلشي، هزات كفا بدات كتعمر فيها. انا شاد تليفوني خاشي فيه وجهي، صافي سالينا رجعنا في حالتنا للدار. خدنا كتقاد داكشي في الكوزينه نوصوني ليه التليفون. السلام السلام، هي تقول لي راه كتسول فيك ولدي واحد الدريه وراه قالت سميتها سلمى واقيلا. يخ، قلت له فين هي دابا الوالده؟ قلت لي راه سولات عليك وقلت لها بنتي راه مشى خدام شي بلاصه بعيده وصافي. شنو كاين ولدي؟ قلت لها والو والو الوالده. صافي نسي عادي. صدرت الوالده عاوتاني بحال ديما، واخا الوالده حاسه بشي حاجه ماشي تاع لي، ولكن هي ظريفه معايا بزاف مسكينه، مكتبغينيش زعما نتقلق ولا شي حاجه. قلت لها صافي. شديت انا ويا السون واحد شويه قطعنا، بقاش خدنا موجده الماكله، قصينا وداز النهار بحال البارح. الغد لي في الصباح لقيتيني عند خونا اللي غادي ندوز عنده البيرمي، وقتنا بعدا غير باش توجد واش نص ساعه. قلت لها اختي راه قهرتيني. المهم وصلنا لواحد المدرسه ديال السياقه، دخلنا عند خونا اللي خدام تما. ما شافها قال لها مرحبا بلاله ايمان، شنو حب الخاطر، انا بغيت غير كنشوف فيه تشوفي ديال لا تريح اخونا. السيد كبير بموسطاشو كي مريح. قلت له الدر هدا هضر هو اللي عاود لك عليه بابا باش يجي يدوز عندك البيرمي ديال الرموك، تهلا فيه. قال لها مرحبا ما يكون غير خاطرك. قلت له المهم بقى نايم ما تحركش تتسالي ونجي ليك. مشاش بحال بقيت انا وداك خونا هو اللي كيدير نظاظر كبار وعينيه كيبانو صغار. قال لي نعطيك واحد الدفتر والستيلو وسير قرا مع الدراري اللي في ديك لاصال اللي راه يشا، ولا ما فهمتيش شي حاجه راه غادي نجي نشرح ليك. خديتهم مشيت ريحت كنتبع واحد اللقطه هيت، بغيت نستريح شويه. خرجت حدا الباب كاينه تما واحد الجريده صغيره، ولقيت واحد خونا كيتكيف تما. بقيت كنشوف فيه بعد اللي جراتني ريحه الكارو. هاد خونا هدا وجهو مغريبش عليا، كنشوف فيه مزيان وتا هو كيشوف فيا. مرجعش كنقرا وانا عارف بلي دخلت على يمكن تكون اسوأ قرار غادي ناخدو في حياتي، هو هذا ملي جيت لهنايا. تيقولك الطمع طاعون، يقدر يوصلك لشي مواصل اللي انت محتاجش ليهم كاع. ساليت من تما هو شفت خونا في اللي في الباب داك الراجل سميتو عز الدين. قلت لي سي عز الدين انا راه غادي نمشي راه ساليت. قال لي ورا قالت لك ايمان تسنى حتى تجي وسير انت وياه وكيشوف فيا. قلت له لا ماشي مشكل غادي نمشي. قال لي راه قلت لك اصاحبي بلي ايمان راه قالت لك بلي خاصك تبقى تسنى هنايا تجي وسير. خونا بلي تيقصح معايا الهضره، وبصراحه واحد اللحظه عاقني بديك الشوفات ديالو. قلت لي صافي انا غنتسنى هنايا صافي. وكنشوف فيه هو تيخنزر فيا. ريحت وبقيت جالس، جبت تليفوني وانا نحرك ارو الايمان في البلاصه. قلت له ما تجيش. قلت لي شك بالزربه ساليتي. قلت له الذكاء داكشي بالزربه دخلتو لعقلي، جي باش نمشيو من هنا يطلع لي هادشي في راسي. قلت لي واخا 5 دقايق نكون عندك. بقيت مريح وحاجه وحده اللي كندير هو راد البال مع خوتنا كاملين اللي كاينين هنايا. عز الدين اللي في الباب، خونا اللي كيكون في الجردون مرة كيتم داخل، هو شاد كارو في يديه وخمنو انك تكمي. وهاد خوتنا اللي تيقراو ما كاينش شي واحد فيهم ما كيضربش فيا شي شوفات مرة. صراحة بديت كنحس بالتبيضيق. بقيت مريح تما تا جات عندي ايمان، ركبت انا وياه وتحركنا. حنا غاديين هي تقول لي شك ما دوزتيش بزاف اصاحبي، زعما بنادم النهار الاول في البيرمي وداكشي تيكون محمس. قلت له انا محمس، غير هو تما راه ما حسيتش بالراحه. قلت لي وعلاش؟ قلت له راه كيبقاو يشوفوا فيا شي شوفات في شكال. هي تبتسم، حسيت بها عارفه شي حاجه ومبغيتش تقولها ليا. غادي نقول لك دابا واحد السر، غادي نقول لك واحد القاعده بغيتك تمشي بها في حياتك، بغيتك تاخذها من عندي كأقرب الناس ليك باغي لك الخير. ثق بيهم.
اي حاجه كتشوفها خصك اول حاجه ديرها هي ما تقولها لتا شي واحد، وما تنتهي حتى شي واحد عليها. خاصك تخليها بينك وبين راسك واحد المده ديال الوقت، خاصك تبروسيسها مزيان، تفكر فيها مزيان، تمعان فيها مزيان، وتعرف شنو خصك دير بديك المعلومه اللي عندك في راسك والافكار اللي جاوك منها. هاد ديك الساعه تقدر تقولها لبنادم، حيت خلينا نقولوا انك شفتي شي حاجه ماشي هاديك ولا سمعتي شي حاجه ماشي هاديك ودرتي واحد التصرف اندفاعي، فراه ديك الطرف الاخر اللي انت قلتي ليه ديك الهضره يقدر يستخدم كل شي ضدك، بل بالعكس غادي يشوفوك ديما انك ما عندك حتى شي قيمه. داكشي علاش اي واحد كيكون ساكت وكيكدوي معاك كدوي هو ساكت، يعني كدوي قليل، كتقول شي كلام تيبقى ساكت كيشوف فيك تا كتسالي. هاد كدوي ديما كتحس بيه عنده واحد القوه، ديما بغيتك تستعمل ولا تستعملي هاد الشي هذا في حياتك. المهم انا غادي شادين الطريق، قلت لي شنو مشى اليوم، قلت لها اي حاجه ما عنديش مشكل. واحد اللحظه وانا نتفكر بلي الشخصيه ديالي خاصها تبدا تبدل، ما حتى حطيت رجلي في هادشي هذا الا هو شي حاجه ماشي هاديك. ملي تحس بشي حاجه ماشي هاديك في حياتك عرف راه بصح كاينه شي حاجه ماشي هاديك، حيت السيستم اللي كاين في العقل ديالك واللي حاطو الله سبحانه وتعالى راه ما تيغلطش في هادشي هذا. في ديك اللحظه وانا نصحح الغلط اللي درتو، خاصك ديما تبين قوة الشخصية. السبع كيخلع، حيت ماشي غير صحيح صافي، النمر صحاح منه في جميع النواحي، ولكن السبع عنده داك التصرف ديال كيبين راسو ديما صحيح. قلت له عرفتي شنو، بغيت ناكل دجاج محمر، تشيتو وشي صالاد، وبديت كنعطيها في المواصفات داكشي في التدقيق. بقات كتشوف فيه قالت لي واخا. هي الاولى مشينا، حنا غاديين في الطريق بديت كنرجع السينتا ديال كاع دوك التصرفات اللي هي كدير معايا، كتعامل معايا بحال شي دري صغير، وانا ماشي دري صغير. كنت في واحد الوقيته وصلنا لواحد الريستو زوين، قلت لي شنو بالك فهذا، قلت لها بلان ندخلو ليه. دخلنا كناكلو، هي تقول لي عاود لي شويه على حياتك. بقيت كنشوف فيها ديما فين ما تسمع شي حاجه بحال هكا خاصك تاخد واحد شويه ديال الوقت وتدور ديك الهضره مزيان في راسك. قلت لها اواه، ما كنتش كنتوقع هاد السؤال هذا بصراحه، كنت كنتسناك غير تقول لي شي حاجه اخرى اللي متعلقه بداكشي اللي انا ديما كنفشل فيه. بقيت كتشوف فيه وما فاهم والو. قلت لها منين بغيتي نبدا لك، كل شي داز مرون في حياتي بصراحه، واخا هي كتبان مقاده من برا. قالت لي علاش، قلت لها بصح انا عشت مع الوالد والوالده في الدار هانيين، ما عندي لا خوتي لا والو، غير هو دازو بزاف ديال المشاكل بيني وبين راسي وبين الوالد والوالده اللي ما كانوش كيبانو كاع في الواجهه. داكشي كامل الحروبات اللي دوزتهم بيني وبين راسي متعلقين بالوالد والوالده اللي بيناتهم كان واحد المشاكل كبيره بزاف. الوالده كانت لقات الوالد عنده ولاد مع واحد المراه، جوج ولاد. من بعد واحد المده اخرى لقات بلي عنده بنت مع واحد المراه اخرى. الوالد والوالده بيناتهم كان واحد المشاكل صعيبه بزاف، كانوا فما تيجلسوا في البيت كيبقاو يدويو مع بعضياتهم، وانا كنت كنسمع كلشي ولكن عمرهم ما حلوا معايا الموضوع، بحال ما كاين والو. كانوا كيمثلوا قدامي انهم كيدويو عادي بحال ما كاين بيناتهم حتى شي مشكل. احترمت الوالده بزاف حيت دارت حاجه بحال هادي صعيب بزاف، ماشي اي وحده تقدر ديرهم. وحده اخرى في بلاصتها غادي تقول الله ينالو هو وما يجي منه، غادي تشتت العائله وغادي تخرج على دري. وحده اخرى بحال الوالده غادي تسكت وغتخلي كلشي جابت، واخا هاد الحاجه هادي خايبه بزاف وغادي تضر في قلبها، ولكن حوايج بحال هادو بعض المرات في الحياه تطراو. الوالد دار غلط كبير بزاف ملي مشى عند دوك العيالات. الوالد ما دارش هكاك غير هكاك لله في سبيل الله وصافي، ولكن دارهم وفتح هاد الموضوع هذا مع الوالده. وانا كنت ديما كنعس في البيت اللي ديما كنبقى نسمع فيه الهضره ديالهم، وانه دار بحال هكا حيت الوالده دائما كانت كتهدو انها غادي تمشي عليه، وانها صافي طالع عليه الدم، وبلي اي حاجه كتاثر عليها وغادي تمشي بحال هكا. هو تيبغيه بزاف وتا هي كتبغيه، ولكن
المشكل ديالها ما قدراتش تعالجو، ما قدراتش تعرف باللي علاقة بحال هادي ما خاصش ديك المشكل يبان ولو شوية، ولو 0.001%، حيت كيزعزع الاستقرار عند الطرف الاخر. الطرف الاخر كيبغي يهرب من هاد الشيء هذا، تيبغي يبين لراسو انه ما متعلقش بالطرف الاخر، وانه يقدر يمشي في اي وقت. وهنا كيبدا ياخذ القرارات الغالطين. الوالد داكشي اللي دار، ندوى مع هادي مشى مع الاخرى، اي حاجه غير باش ينسى الوالده ويقول الدماغ ديالو انها راه ماشي مهمه، وحتى لا مشات دابا نيت ما كاينش مشكل. ولكن هادو كانوا كاملين محاولات فاشله من الوالد، حيت ما قدرش للاسف. كبرت انا وسط هادشي هذا، واخا ما عمرهم بينوا لي هادشي، وبصراحه هادشي لعب واحد الدور كبير بزاف في الشخصيه ديالي. قلت لي يا ايمان كيفاش هاد القضيه لعب دور في الشخصيه ديالك؟ عادة الدراري اللي تيكونوا كابرين في شي دار بحال هكا كيترولوا مع راساتهم، وما تيبقاوش حاملين العيالات و كيتاثروا نفسيا، كيولوا ضعاف. قلت لها انا بصراحه لا، بل ولا عندي واحد الشخص دافي لداخل. داك الشخص نايض مع الوقت وكيفكر مزيان تيضرب حسابه لاي حاجه. عاد الشخص اللي كاين من برا غابيل شاد السون وصافي. قلت لي بحالاش ما فهمتش؟ قلت لها من الاخر كنعيش بحال شي سبع، بقات كتشوف فيه واحد الشوفات غراب. قلت لها كيفاش؟ قلت لها المعظم الوقت ديالي كنبقى شاد السون، مشي هنايا ندور هنايا شاد السون وصافي، ما كتخلعني حتى شي لعيبه. داكشي علاش ملي قال لي البروف ديال الفيزيك ملي غادي نجي نخدم هنايا، واخا داروا لي افكار في راسي بلي راه تقدر تكون شي حاجه خايبه حيت غادي ندخل في بزاف ديال الفلوس، ولكن ما فكرتش 60 مره. اذا اغلبيه ديال الوقت ديالي كنبقى غير شاد السون، مشي هنايا نريح هنايا، قرايه ما جاتش الى هذا، الدار فهموا هادشي هذا من بعد عندي انايا. وهادشي علاش غادي ندير واحد الفلاش باك قصير وغادي نرجع بك ايمان شويه اللور باش تفهمي شويه. اولا كنظن بلي راك فهمتي القاعده ديال انني كنعيش بحال شي سبع، يعني اكثريه ديال الوقت جات السون كنشوف، ولكن كيجي واحد الوقت اللي كنولي فاهم مزيان فواحد الحاجه، كيجي واحد الوقت اللي كنحط فيه مجهودي كامل في واحد الحاجه. قلت لي كنظن بلي فهمتي، بحال قلتي السبع كينعس 23 ساعه في النهار، وفي ديك السوايع اللي بقات كينوض يصيد فيها وكيحط جهدو كامل. قلت لها بحال هكاك. قلت لي وقضيه الفلاش باك اللي قلتي لي كيفاش؟ ما فهمتش. قلت لها غادي نعاودو ليك انتي وغادي نعاودو حتى هادو اللي كيسمعوني دابا، حيت قراب ليا وقررت اليوم نعاود ليهم قصتي. كنظن بلي هما ما فاهمينش بزاف ديال الحوايج، وبزاف ديال الحوايج دس عليهم مرور الكرام. او حتى كيفاش والديك كيتعاملوا معاك بكل بروده. سقطتي واستاذ لصق ليك بانك نقلتي، رجعتي عند امك وما دارت حتى شي ردة فعل، ما قالوا لك لا عاود لا حتى شي حاجه. حيت الدار فهموا هادشي هذا كامل مزيان. في الوقيته اللي كنت فيها انايا في السانكيام غادي نطلع للسانكيام زعما، دويت معاهم في كل شيء، عاودت لهم المشكل ديالهم كامل من الاول حتى الاخر. حيت ديك المشكل ديالهم خلاني الوقت كامل وانا غارق في المشقوف ديالي. وهادشي منين جات هاد الكلمه هادي، كلمه المشقوف، حيت كنحس بيه هو العالم ديالي. كنت كنقلب على اي حاجه فيه متعلقه بالنفس البشريه وكيفاش بنادم تيفكر، كيفاش اي حاجه كتاثر في الانسان الاخر، كيفاش اي حاجه عندها واحد التاثير على النفسيه ديال بنادم. وداكشي علاش ملي حطيت لهم المشكل ديالهم لاسطوس، كانت هذيك هي النقطه باش صلحت كل شيء. وبينهم العلاقه ديال الوالد والوالده، حيت كانت بردات بزاف وكانوا على وشك الفراق، حيت هما براسهم ما كانوش فاهمين شنو واقع بالضبط. الحياه ايمان معقده بزاف، وحنا كنزيدو نعقدوها بعض المرات، حيت غير ما كيكونش عندنا العلم اللي خصو يكون عندنا في ديك اللحظه بالضبط باش نحلو داك المشكل. جلست معاهم اطابل، قلت ليه با اشنو درتي واشنو درتي؟ بقى كيشوف فيا ما قادرش يدوي. استغليت ديك الفرصه باش ندور عند امي، قلت لها وانتي اشنو درتي واشنو درتي؟ الغلط ديال واحد فيكم ماشي كبر من الغلط ديال الاخر، وحتى شي واحد ما يقول لا راه حيت هذا دار هذيك الحاجه انا درت هاد الشي. للاسف الواقع هو هذا، وخاصكم تعيشوا معاه. حتى شي واحد فيكم ما غلط، وحتى انا اللي كنقول لكم هادشي هذا انا ماشي غلط، ولكن غير حيت نتوما غادي تعيشوا الحياه اول مره ما عارفينش داكشي كيفاش خاصو يدوز. حيت اي واحد فينا
عنده التجربة في الحياة المرة الأولى، والحياة دايرة بحال هكا، كتعطيك تجربة وحدة ساليتيها سالينا، بقات كتشوف فيها إيمان. قلت لي أيه وشنو وقع من بعد؟ قلت لها من تما با وما ولاو كيحترموني لواحد الدرجة كبيرة بزاف، وليت أي قرار كناخدو وأي مشكل كيطرا ليا كيبقاو غير يشوفو ما كيقولوا لي حتى شي حاجة. قلت لها غير حيت درتي داكشي. قلت لها ما نقدرش ندخل معاك في التفاصيل حيت داكشي طويل بزاف، طريقة الهضرة ديالي وكلشي، ومن بعد كاع داكشي اللي درتو. قلت لي بحالاش؟ قلت لها كيفاش انني ديت الوالدة عندها دوك عيالات الوالد، وكيفاش صالحت معاهم نفسيا وكيفاش هي ارتاحت. قلت لي علاش؟ قلت لها حيت هي كان جا واحد المرض خايب في الصدر، حيت كانت هازة الحقد وكانت ديما مغلغله بيه من الداخل وداكشي. ديت عندهم ارتاحت نفسيا، تصالحات معاهم، والوالد طلق منهم وكيعطي النفقه لولادو، وصافي سالا ديك العلاقات. وولادو كانوا مرة كيجيو، ولكن الوالده كنت كنحسبها ديما كديرونجا من هاد القضيه. دويت مع الوالد ولا هو اللي كيمشي عندهم، حتى داكشي تلاشى مع الوقت. قالت لي وتشي في شحال ديال الوقت تقريبا طرا؟ قلت لها في العام ديال السيزيام. قالت لي طرا بالزربه. قلت لها الوالده من بعد صحات ولات بصحة مزيان. المهم هي فين انا مشيت دوزت ديك الموحد ولا جياوي بحال الله يديك. صافي دوزتو، هي فين استاذ ديال الفيزيك دار معايا ديك البلان بحال هكاك واللي هو عشير باك. بقات كتشوف فيا، كلينا وخرجنا من تما. انا بديت كنلاحظ ان التعامل ديالها معايا بدا كيتبدل شويه بشويه، وبدات كتحترمني. هي هاديك. تحركنا من تما ومشينا نيشان للدار. دخلنا حيت بدا كطيب. قلت لها اختنا واش تبقاي الدور وطيبي لينا هنايا؟ واش مسالي راسك ولا شنو هو؟ قالت لي لا ولكن رخصني ضروري نوجد الماكله. قلت لها علاش؟ قالت لي حيت اليوم ما غاديش نباتو في الدار ولكن غادي نمشيو لواحد البلاصه. قلت لها بلاصه؟ قالت لي غادي تعرف. بدات كتوجد الماكله، حطاتها في واحد الطاسات ديال الزوج، جمعت داكشي في واحد الصاك، عواصير لعيبات، وحطات واحد الباب. هي تجبد واحد المكانه، قالت لي عندنا 3 ديال السوايع خاصنا نعسو فيها على الاقل 2.5 ساعات وغادي نوضو. قلت لها وشنو غادي نديرو من بعد؟ قالت لي انت غادي تشوف. داكشي اللي كان. مشينا وتكينا. قالت لي عندي واحد الطريقه تعلمها با من عند واحد صاحبو في العسكر، كيديروها بزاف فاش كيكونوا في شي حرب وهما كيترينيو عليها باش ان الجنود يرتاحوا بالزربه وبالزربه ينعسوا. قلت لها ايه وشنو هي الطريقه هادي؟ قالت لي اجي حدايا. قلت تكيت انا على داري وش هي تكات على داري وشدينا في يدين بعضياتنا. الله يدار طبعا مديوش عليا الخوت. تكينا هي تقول لي بداش حسب من 10 لواحد، واللحظه اللي يبدا دماغك يبدا يغفو فيها ما تحاولش تقاومو، قولي انا هادشي اللي باغي وغرق معاه، تخيل راسك كتغرق. قلت لها كيفاش هاد القضيه هادي؟ قالت لي غادي نشرحها لك من بعد غير جربها. قلت لها محق قلبك انا بعدا باش ما نوليوش ضاربين شي 11 ساعه ديال الناس. قالت لي ما تخافش ما كان محقه. داكشي اللي درنا. وفي ديك اللحظه اول مره غادي نغرق في الناس تقريبا في شي دقيقه ولا قل كاع. نضنا من بعد ونضت شبان الناس. قلت لي بلاتي هاد القضيه دي فشكال؟ والله حتى خصني نتعلمها بالله. قلت لي وراك تعلمتها دابا، المره الجايه غتبدا ديرها بوحدك. راه غير خصك اي حاجه تعلمتها راه تقدر تعلمها بالسربه، غير هو كيفاش تتقنها خاصك تبقى تدرب عليها واحد المرات اللي طوال. ودابا راه جا الوقت باش نمشيو. وجد عشيري راسك، لبس ديك السبرديله ويلا تمشي في حالاتك. ناضت هي دخلت لواحد البيت وصافي بدات كتلبس في السبرديله ديالها وكتوجد. ما وجدات سالات خرجت لعندي لقاتني انا ناضي. هزات ديك السوايك وتمينا نازلين مع الدروج. نزلنا حتى كلقاو واحد طوموبيله لتحت، طوموبيله من بلاصيه في الكراج اللي كاين سوسو تحت العماره هادي. قلت لها ديالك هادي؟ قلت لي واش بالك راني حليتها زعما كات كات ين وحده جي كلاس مرسيدس كامل كحله. ركبنا في هادي مرات كنشوف داكشي الداخل بزاف. قلت لها فلوس كتير هادي باينه عليك. بقات كتشوف فيا وكتضحك. بالزربه تحركنا من تما كسيرينا وتمنا غادي شادين الطريق وحنا غاديين وكاينه غير الظلمه والليل. قلت ليها نقول ليها بنتي لي بلي ملي وصلتي لديك الوقيته اللي من بعد السيزيام بحال سكتي ما بغيتيش تدوي فيها، اشنو وقع عليك؟ قلت لها صراحه ديك الوقيته دازت صعيبه بزاف عليا، حيت
وقعوا فيها شي حوايج اللي خايبين. قالت لي ما دويتي فيهم مع حتى شي واحد؟ قلت لها لا. قالت لي عاود ليا. غاديين شادين الطريق غير الخلوة والقفار، شي ساعة المكانة وحنا غاديين ما كيبان والو غير الطوموبيل اللي غادا في الطريق والظلمة والليل وداك الضواو الداخل شاعلين في الطوموبيل باللون الموف. قلت لها من بعد ما وقع لي داك البلان في السيزيام كنت انا مع واحد الدري ديك الساعة، والعلاقة ديالنا دامت شهور طويلة، عام والصرف تقريبا. قلت لي قلت لها من بعد هي كانت باغا تعاوني وقالت لي بلي با كاين في النيابة، ولكن انا رفضت انها تعاوني. قلت لي تعاونك فاش زعما بان يعطيوك الاستدراكية؟ قلت لها قالت لي وعلاش رفضتي؟ قلت لها حيت ديك الساعة هي كانت بحال بدات كتطلق مني شوية وبدات كتقرب لواحد خونا اخر. واحد خونا اخر هو ولد صاحب باها، كنت كنشوفو من بعيد وهي كانت كدوي معاه على اساس راه من العائلة ديالهم زعما. قالت لي وشنو وقع من بعد؟ قلت لها اي راجل بحالي ما غاديش تقبل شي حاجه اللي بحال هكا. صافي هي ملي بدات كدو معاه انا كنت كنشوف الكونفرساسيون ديالهم كتوريها ليا زعما راه غير هضره عاديه وصافي وهضره قليله، ولكن اي تغير بسيط في الشخصيه ديالها ولا شي حاجه كنت كنشمو كنحس به من بعيد. قالت لي ملي هكا علاش زعما؟ قلت لها هي بدات كتقرب ليه بزاف وبدات كتولفو، داكشي علاش الرجال ما كيخليوش عيالاتهم يمشيو يخرجوا يخدموا ولا يمشيو يدوو مع هدا ولا هداك ولا، حيت ماشي كلشي بطبيعة الحال ماشي كلشي، ولكن واحد النسبة كبيرة الشخصية ديالهم بالسربة كتذوب وكتميل. قالت لي فهمت. قلت لها ولكن كاين النسبة الأخرى اللي الشخصية ديالهم قوية وداكشي الآخر، ولكن سلمى ما كانتش بحال هكا. سلمى دغيا دازت لخونا. قالت لي وعلاش؟ قلت لها حيت شافني انايا عامر بالمشاكل ومن الاخر قود عليا. قلت لي وشنو العلاقه ديال هادشي؟ قلت لها العلاقه ديال هادشي مع داكشي هو ان هي باغا شي واحد اللي يكون مصوفي بالمزيان، وبا حيت خدام في النيابه كيتخلص مزيان، ولكن هما ماشي شي لاباس عليهم، ولكن صاحبو عنده الشركات مكحل بالمزيان. وانا كنت كنشوف وكنت كنراقب، وفي ديك الشهر اللي قبل ما ندوز الامتحان كنت كنشوف بعض المرات انها كتخرج هي وياه في الطوموبيل. قلت لي علاش ما دويتي معاه ما والو؟ قلت لها داك كيتسمى الضعف ومع مرضي غادي نبين لها شي حاجه بحال هكاك. من الاخر انا راجل وغادي نبقى ديما راجل. قلت لي ورفضتي انها تعاونك؟ قلت لها قلت لي وشنو طرا من بعد؟ قلت لها صافي سديت عليها. قلت لي ويلا كان بصح بحال هكا هي علاش غادي تبغي تعاونك اصلا؟ غتبغيك تغرق؟ قلت لها لا، هي غير حسات باني بالضمير وصافي انها اختارت الاخر عليا، واخا انا وياه دوزت ديك المده كامله داكشي علاش بغات تعاوني. من الاخر بحال شفقات عليا. قلت لي قلت لها وشنو وقع من بعد؟ قلت لها اللي وقع من بعد هو انني بديت كنسد لها بشويه بشويه، حيت عمرني بغيت نخليها هي اللي زعما تسالي ديك العلاقه حيت لقات واحد اخر. عمرني بغيت نحس بديك الاحساس ديال الشفقه، داكشي علاش صافي ما بقيتش كندوي معاهم. هي شنقول لك، كل مره وشنو كانت بعض المرات كتلقى من الجنه والناس، وبعض المرات كت كطلع عندها داك النفس اللوامه، كتلوم راسها علاش دارت بحال هكاك وضيعت هاد المده كامله اللي كانت مع بعضياتنا. كنت ديما كنتعامل معاها مزيان، الرجوله ديال بصح، وديما كنقول لها جمله وحده: نهار يسهل عليا الله، مش خافي من والو بنت الناس. ولكن هي بغات داكشي بالزربه، ما بغيتش نلومها. داكشي علاش صافي انا ملي سقطت كنت باغي نبعد على اي حاجه فيها هي. كنت نقدر نعاود ديك العام في المدرسة ونكمل مزيان، كنت نقدر انني نستغل الفرصة ونقول لها شوف لي باك في النيابة ونعاود ندوز استدراكية وننجح. ولكن انا ديك الساعة كنت في حالة نفسية بشكال، هادشي اللي ما عاودتوش ليك وما عاودتوش لصحابي اللي كيسمعوا ليا دابا. بقات كتشوف فيا، قالت لي واختاريتي من بعد شنو؟ قلت لها اختاريت انني نولي حلاق. مشيت وتعلمت وحليت الكراج، والدار احترموني وحلوا لي الكراج وتعاملوا معايا مزيان، ودرت الكليان ديالي وتيسرات الامور. قلت لي فهمت. ومن بعد شنو وقع؟ قلت لها انا فين خصك تسمعي ليا مزيان. قلت لي بلاتي بلاتي بعدا راه وصلنا. كنشوف كيبان لي حنا تمينا داخلين في بيست تقريبا دابا شي ربع ساعه.
قلت لها فين حنايا؟ قالت لي هاد البلاصه هي اللي خصك تبقى تجي لها، ومن هنايا غادي خصك تبدا تضرب الطريق حتى لوجده. قلت لها البلاصه دي فين ما؟ قالت لي انا واحد ديال مراكش، وانا غادي نعطيك السميه. هاد البلاصه هي اللي فيها الديبوات ديالنا، وهنا فين كتوصل السلعه كتجي من الصحراء كيوصلوا هنايا. الخدمه ديالك انت هي غدا الزمن انايا غادي دير وجده، بقيت كنشوف فيها وساكت، حيت عارف ان ديك السلعه ماشي عاديه. حيت بطبيعه الحال الفلوس اللي كتبان عندهم هو الثمن اللي زعما غادي يخلصوني راه كتير بزاف. تمينا داخلين مع داك البيس توصلنا البلاصه اللي غادي نوصلوا لها، داير بحال واحد الفيلاج صغير فيه ديور قلال، جامع داكشي مبني بالطين في شكال داكشي. قلت لها ما كيبان لي حتى شي ديبو هنايا، كاينين شي ناس كيتمشاو تما عادي، بنادم ضارب الجلالب ولكن الاغلبيه ديالهم رجال. قلت له بلاتي انت كيفاش هاد الناس هادو خارجين مع هاد الوقيته هادي؟ او شحال دابا في الساعه؟ ربعة ونص ولا شحال؟ قلت لي قلت له واش خارجين كيدوروني مع هاد الوقيته؟ قلت لي ما كاينش شي واحد فيهم ما حاضيش هاد البلاصه هادي، يعني اللي كيدخل كناس كيخرج الاخر. قلت له ما فهمتش. قلت لي انا عارفك باش حسيتي، وراه من بعد راه عيط لي خونا اللي في المدرسه ديال السياقه، حيت شافك بلي حسيتي بلي شي حاجه ماشي هاديك. قلت له داكشي اللي حسيت بيه قالت لي هو انه كاع دوك الناس كيشوفوا فيك، هادوك راه كاملين خدامين معنا، وحتى الدوار اللي حنا داخلين ليه دابا هادو كاملين اللي كتشوفهم كاملين راهم خدامين معنا، وماشي زعما ناس ساكنين في الدوار ولا شي حاجه كيبقاو يتبدلوا. قلت له واش كديروا مع المقدم والقايد؟ قالت لي تا هما ديالنا ما تخافش. قلت لها والديبوات؟ قالت لي هما الديور هادو. بقيت كنبتسم. تمينا نازلين من الطوموبيله غاديين، حنا ندخلوا لوحده من الديورة، تلقينا مع واحد الراجل ومرتو كبار في العمر، ومعاهم ولدهم يمكن ولا يمكن شي واحد اللي غير جالس معاهم. كيبان لينا واحد البيت عامر بالميكات ملوين بالسلوفان وملوين بواحد السكوتش غليظة وكحلة. كتبان لينا السلعة كاينة تما. عرفت شنو خاصني نبدا نوصل؟ قلت لي هادشي هو اللي غتبدا توصلو، غادا توصل بالطوناج وتكون عليك مسؤولية كبيرة بزاف. قلت لها وبقيت ساكت. بقينا كنمشيو من دار لدار وهي كدوي مع دوك الناس. هادي منين جات هاد السلعة هادي؟ كيقول لها خونا راه جاب ليا خونا فلان فلاني، وكيعطيها سميات في شكل الحداد، النقاش، النجار، الزليجي. هي كتعرف، انا ما كنعرفش. شحال جاب ليك؟ جاب ليا 1.7. جاب ليا 7. جاب ليا 3.5. وفاش جابهم ليك؟ جا هو الحصان الخضر، جا هو الحصان الكحل، ما كيقولوش كلمة العود. هاد الهضره هادي كامله الغاز، باش حتى الا كانوا كيتصنتو عليهم ولا شي حاجه حتى شي واحد ما يفهم شي حاجه. انا غير واقف وكنشوف وكنتسنى فيها شنو غادي دير. بقات كدور وكتسول كل واحد نفس الاسئله، وملي كيجاوبها داكشي كامل هي جابده التليفون ديالها وكتقيد. من بعد ما دارت على الديوره كاملين اللي حسبتهم 27 دار. المشكل هو انهم عايشين بخير، عايشين كاين حوانت، جامع، حمام، كاين كلشي تما، بحال دوار عادي وصافي. كراول، كاين كوريات، كاين حتى البحيرات فين كيزرعو، كاين كلشي. سالينا من تما ورجعنا للطوموبيله وركبنا فيها وشدينا الطريق. قلت لها فين غاديين دابا؟ قالت لي راجعين في حالاتنا. قلت لها هادي البلاصه اللي خصني نبقى نجي لها؟ قالت لي قلت لها الرمو يدخل مع هاد البيست. قلت لي بطبيعة الحال يدخل، خدمتك هاديك وانت اللي غادي تعرف كيفاش تدخلو. قلت لها ضروري. وبقيت ساكت شويه. من بعد تمينا غاديين وشادين الطريق، هي تقول لي كنظن دابا راك عرفتي الخدمه زعما اللي خصك ديرها. قلت لها بقات ساكته. هي تقول لي ما تكذبش عليا ياسير، واش كنتي عارفه من قبل؟ بقيت ساكت. قالت لي اللحظه اللي جا عندك الاستاذ وقال لك بحال هكاك واش كنتي عارف؟ قلت لها كنت عارف. قالت لي وعلاش قبلتي؟ انت عايش مزيان مع داركم ماشي مقود عليهم ولا شي حاجه، ولكن عايشين مزيان زعما نورمال. عندك الحانوت تحت الدار، مرتاح مع راساتك. شو زعما اللي خلاك تقبل بهاد الخدمه؟ قلت لها اي واحد فينا كيبقاو عنده واحد الاوقات في حياته، وانا واخا فهمت داكشي اللي بين با وامي، قلبت بزاف على النفس البشريه وفهمت بزاف ديال الحوايج. كاين شي حوايج اللي عمرك ما كتلقى لهم الحل، بحال شي حوايج اللي كطراو ليك نتايا.
حيت عمرني غادي نلقى شي واحد اللي غادي يقدر يعاونني، وحتى لو لقيتو ما غاديش نقبل به. قالت لي وشنو هادشي هذا اللي طحتي فيه نتايا وما. قلت لها هي ملي اختارت ديك خونا عليا انايا قتلاتني. بنيت معاها بزاف ديال الاحلام، بنيت داكشي كامل في عقلي، عشت واحد ليستوار دامور كامله في عقلي، عشت عائله، عشت كلشي، غير هو مكنت كنقول حتى شي حاجه. كيف ما قلت لك، كانت ديك الشخصيه الثانيه ديما دافينه فيا، والشخصيه الاولى اللي هي اللي كنت كنوريها دري شاد السون بوهالي وصافي، ولد باب الله. ديك الشخصيه الثانيه تخيلات كلشي ايطاب بار ايطاب، اي حاجه كنت قادر نديرها، ولكن هي قتلات فيا هادشي هذا. كنت كنبغيها ايمان. قلت لي واش مازال كتبغيها؟ قلت لها لا، كاع داكشي تبدل وتلاشى، وكامل كاع داك الحب كامل تبدل ولا قوة لديك الشخصية الثانية، ولات باغا دير اي حاجة غير باش انها تبين راسها بلي راه قادرة دير شي حاجة، هو تعطي راسها واحد الاحساس وحس ديال السلطة. قلت لي واش هادشي علاش قبلتي الخدمة واخا عارف بلي فيها واحد الريسك كبير بزاف؟ قلت لها غير هو. قلت لي غير هو شنو؟ قلت لها غير هو ما عرفتش واحد الحاجة، وهو ان كيفاش وقع هادشي هذا. قلت لي ما فهمتش كيفاش. قلت لها كيفاش في نفس ديك اللحظة زعما، كيفاش في نفس ديك الوقيته كلشي جا متناسق مع بعضياتو، كيفاش اختارني انا الاستاذ ديال الفيزيك. قلت لها ما نكذبش عليك، بصح انا دويت معاه واخا قلت لك ديك المره راه ما كنعرفوش، غير باش ما نبينش لك بلي راه زعما راه كاينه شي مؤامره من وراه كل شي حاجه، ولكن راني دويت معاه وراه ما كاين حتى شي سبب. قلت لها ما يمكنش. قلت لي بعض المرات القدر كيلعب الدور ديالو، الحوايج اللي كتفكر فيهم بزاف قانون الجذب كيجيبهم حتى لعندك، وانت كنتي ديك الساعه صافي عرفتي بزاف وديك الشيء، وقانون الجذب بين لك الفرصه حتى لعندك وانت خديتيها. بقيت كنشوف فيها. قلت لها فهمت، وشدينا الطريق ديالنا ورجعنا في حالاتنا. انا وايمان ولينا عايشين في دار وحده، كنضحكوا مع بعضياتنا، كنشطوا. وبالمناسبه حنا راه كاينين بالضبط في مدينه مراكش، والدار كاينين في كازا، وانا تحولت من تما. المهم عايشين في بارتمان في واحد البلاصه واعره بزاف، ريزيدونس فيرمي داكشي هربان، كتقدايا كلشي، وانا كيجيني كاشي كل سيمانه كيمشيني شان الحساب ديالي في البنكه. كل مره هو شنو كتشيفر ليا فيه 15000 درهم، 17000 درهم، 30000 درهم كل سيمانه. واخا مازال ما كندير والو، يلا كنقرا البيرمي. عندي البيرمي ديال الطوموبيل، عندي البيرمي ديال الطوموبيل. انا وايمان ولينا عايشين واحد الحياه بشكال، شادين السون مع بعضياتنا، وكيبان لي بلي هي ارتاحت ليا بزاف، خصوصا ملي عاودت لها بزاف عليا. وحتى انا بصراحه رجعت لها، وعرفت بلي هي من دوك الناس اللي حقيقيين، ما كيتسطاو عليك ما والو، وكيجيوك نيشان. عجبهم شي حاجه راه عجبهم، ما عجبهمش راه ما عجبهمش. الدار كندوي معاهم كل تقريبا يومين، كنعيط لهم ابيل، وكنبقى شاد مع الوالده الستون. غير هو الوالده مؤخرا ولات كتقول لي بزاف بلي راه ديك السلمى كتجي للدار، وبغيت نسولها على حتى شي حاجه. كنظن بلي دابا راكم فهمتوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا غامضين في الاول ديال القصه. ما كنجاوبش وكنصدرها، واخا الوالده عايقه وعارفه بلي كنت انا وياها وفريت فيها، ودازت مده طويله. هي فين كنت كنقرا فيها زعما الحلاقه وداكشي. المهم حياتي بقات غادي بحال هكا تجديد البيرمي ديال الموك. اللحظه اللي شديتو درت لهم داكشي ديالي بعدا في الامتحان. خونا جالس حدايا، سير سير، ترى يا خونا راه كنقلب انا هادشي هذا، شاد بيه الستون. انا عارف هو واخد رزقو مزيان من عند خونا مول نديدرات، واخد رزقو مزيان خونا، خلاني ندير ما بغيت، غادي وكندريفتي ليه وسط الطريق، لا زدت فيه شويه. المهم ديك الرموك دويتو مزيان، كسيري كنعطيه جادو كامل. صافي نجحني، وخونا اصلا كان شاد الستون مع واحد صاحبتو في التليفون، وهو راه مزوج مسخوط الوالدين وكيدوي. تا سالا معاه، بدا كيضحك في الاخر ويقول لي صافي راك نجحتي، بلاصي بلاصي رموك هنايا. دوزتو بلاصيتو في الخف، وعطاني البيرمي ديالي في البلاصه. عطاني البيرمي ديالي وقال لي راه ما تقدرش تسوق بيه دابا، خصك ضروري تمشي تبدلو. قلت له صافي راه عارف الاخر راه يكون خارج ليه. قال لي سير الله يسهل عليك. قطعت الشانطي، ايمان كتسنى فيا، داتني نيشان سيرفيس ديميل. خوتنا موجدين ليا البيرمي، ما كاينش داكشي ديال تسنى 90 يوم ولا ديك الهضره ديال والو. المهم ركبت معاها، من بعد ما زيت البيرمي ديالي من سيرفيس ديميل
وتشد بيا الطريق نيشان فين واحد القنت في مراكش. هاد البلاصه هادي فيها المجموعة فيها الشركات والوزينات. قالت لي ها هو الرموك ديالك، هذا هو اللي غادي يولي صاحبك. كنشوف فيه باب 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 سكاني عشيري، سكاني ديال الطريق حاني وتا ديال الطلعات ميحشمكش. قلت لي تهلا فيه، راه غادي تهلا فيك تا هو في الطريق. قلت لها ياك. طلعت ليه كنشوف فيه، واه بزاف ديال الحوايج كيكونوا كيعجبوا الواحد وتيكونوا زعما داخلين في الهوايات ديالو، ولكن راه ما تيعرفهمش، خاصو تيجربهم. وانا الرموك كنحس بيه بحال اللي كينتمي ليا. طلعت ليه في البلاصه ديما ريت، بديت كنقلب داك الشي كامل ديالو وانا نشوف فيها. قلت لي واش عارف بلي راه دابا نيش خاصك تمشي؟ قلت لها لا، خاصني الزمان الشاكوش ديالي، الماكله ديالي، العيبات. قلت لي صافي، زيد انت راك خطير نتايا. رجعت ركبت انا وياه في الطوموبيل ورجعنا للدار. هزيت كاع داكشي اللي غادي نحتاجو وفلوس راه كاينين في لاكارت بونكير. تيريت واحد 6000 درهم من الكيشي كاين قريب للدار وتحركت. صافي هي غادا بيا، حطاتني وقالت لي تهلا في راسك، راه ما غاديش نتعاودو نتشافو. قلت لها كيفاش؟ قالت لي غادي يدوز الشهر، وفي هاد الشهر هذا راك غادي تضرب بزاف ديال الفواياجات، غادي تبقى تهز ودي الوجده نو ستوب. الوقيتات اللي غادي توقف فيهم راك عارفهم امتى، ملي غادي يكون رموك خاوي. قلت لها كوني هانيه. قالت لي واش عارف بلي حنا ما دربناك على حتى شي حاجه حيت انت ما بغيتيش؟ قلت لها انا ما بغيتش. قالت لي ولكن خاص تمشي معاك شي واحد باش يوريك الطرقان وداك الشيء. قلت لها شنو اسوأ حاجه ممكن انها توقع؟ غيشدوني، ما غاديش نقول كلمه واحده. نتوما راكم عارفين والديا فين كاينين، وانا عارف باك ما كيتفاهمش وانت ما تقدريش توسطي ليا معاه. صافي اللهم خليني ندير خدمتي، انا عارفه شنو غادي ندير. بقات كتشوف فيا، عارفه بلي الدافع ديالي في هادشي هذا كامل هو واحد القرحه اللي عمرها غادي تبرى. ركبت في الرموك في البلاصه، ديماريتو، حط حدايا التليفون المابس وكنشوف الطريق، وشديت الطريق ديالي وغادي. الوقت كامل وانا كنبكي. اول مره ليا دخلت على القرعه كيف ما هي، ما عرفتش هادشي فين غادي يخرجني. نقدر نتشد يلصقوا ليا مزيان، ويلصقوا ليا بزاف ديال التهم ديال شي وحدين اخرين اللي مثلا ما شدوهمش ولكن باغيين يسدوا الدوسي ديالهم. نولي ضارب شي 30 عام في الحبس، نخرج با امي يكونوا في القبر ديك الساعه وتحت التراب. تكون شي فور ديال رموك ماشي ساهله، تكون شي فور ديال رموك ما كيطلبش منك انك زعما تكون صحيح ولا شي حاجه، حيت الصحه ما غادي تنفعكش بزاف ديال الحوايج. رموكات جداد مبقاش خصك تعذب معاهم، خصوصا هاد السكانية اللي انا صايق دابا. ولكن كيولي خصك تكون صحيح في واحد الحاجه اخرى اللي هي النفسيه ديالك، حيت كتضرب الطريق طويله. الدماغ ديالك كيدير حاجه وحده، هو انه تيبقى غير يفكر، كيفكر في اي حاجه، ما كيخليش شي حاجه ما كيفكرش فيها. ضربت تقريبا شي ساعه ونص ديال الطريق، لقيت راسي في ديك الدوار العجيب. بنهار دخلت لتما وبداو كيشارجيو ليا، كل واحد كيجي الصوره دايره بحال هكا. علمتني ايمان انني خصني نوقف في واحد البلاصه، نمشي لديك القهوه، ناخد نص ولا نوار في الطاس ولا شي طاليان ونريح. بنادم كيجيب لك كفاف، رجال كبار عيالات كبار بعد المرات كل مره وشنو كيجيبوا الكفاف كيحطوهم في الرموك، الباب ديالهم محلول، كيحطوهم تما وكاين واحد هو اللي كيقاد داكشي لداخل وتيستف. صافي بقيت تما تقريبا مدة ديال 4 سوايع. الناس غير غاديين جايين شارجاو. خونا بالي سد، انا وانا نحط القهوه ديالي حطيت 20 درهم فوق الطبله. السربي بقى كيشوف فيا وهو يغمزني. طلعت للرموك وانا ديماري، شديت الطريق. ما كذبش عليكم، في البيرمي كنت مولف بالرموك خاوي، ما مولفش بالتقول هادي كامل. اول مره غادي نحس بيه، غادي كنضرب في البيس. واه احساس بشكال، احساس بالمسؤوليه. خرجت من البيس وشديت الطريق ديالي غادي في يد الله. الطريق كامله وانا كنقول فكره وحده زعما في دماغي، وانا ربي غادي يحفظني وصافي. واخا انا هادشي اللي كندير فيه ما هواش، ولكن بعد مرات الحياه ما كتخلي لك حتى شي فرصه اخرى فين انك تاخد شي قرار اخر. بعد مرات كتكون مضطر تاخد واحد القرارات اللي خايبين غير باش يعتقوا واحد الطرف منك يبقى حي. غادي شاد الطريق، رموك اللور هامر دير بصح. الطريق من مراكش لوجدة طويلة بزاف، خصني تقريبا واحد 14 ساعة الا ما خفت نكذب غادي هاد الطريق، ولا 13 ولا
حيت كاينه 800 كيلومتر. ما غنمشيش لكازا ونعاود ندور، ولكن غادي نضرب الطريق ديال الخميسات، غندوز على قلعة سراغنا وغنكمل الخميسات مكناس فاس تازا، وراني طالع مخلطة ما بين لوطوروت والناسيونال. كيف ما قلتلك خاصك ديك الصلابة النفسية. هاد الطريق كاملة وانا كندوي مع راسي وكنسول راسي واش خديت القرارات الصحيحة. كل ساعة كنسول راسي هاد السؤال، وكنلقى بلي واخا نرجع للور غادي نختار نفس القرار اللي ليا عليها، واخا ما عارفش شنو غادي يجي من هنا لقدام، ولكن كنظن بلي هادي هي حياتي. كل ما كان فيها الريسك كل ما غادي نحس باحساس اخر من غير ديك البغض وديك الكراهية تجاه راسي، وان سلمى دارت فيا بحال هكاك. من بعد واحد المدة وقفت شكاع، مرة كنسمع القرآن، مرة كنحل يوتيوب كنسمع شي قصة، قصص كنموت عليهم بزاف كيخليوك تعيش واحد العالم اخر. طبيب نفسي فابور. واحد اللحظة غادي نوصل لسحيليكا، الناس اللي كيضربوا الطريق راه غادي يعرفوا هاد البلاصة هادي. منطقة صغيرة، مدينة صغيرة وصافي، سما فيلاج اي حاجة. تما تلاقيت مع باراج ديال الجندارم في الخرجة ديال سحيليكا، وقفوني سلام سلام وريقات عطيتهم ليهم. قالوا لي انت مازال صغير وعندك البيرمي ديال الرموك، كي درتي لها خاصك تا تكون عندك كتر من كدا، ودوك عطاوني في السن وخاص البيرمي ديال الطوموبيل يكون قديم عندك. كيفاش درتي لها نتايا زعما زربتي علينا ولا كيفاش؟ قلت لهم مادام عندي البيرمي اذا الناس اللي عطاو ليا راه عارفين شنو كيديروا، بقاو كيشوفوا فيا النظرات اللي تبادلوا معايا ديال صافي فهمنا شنو كاين، شي كود بيستون هذا اللي مخرج لك هاد البيرمي. قالوا لي مع اين شركه كتخدم؟ جبت لهم الوراق ديال الشركه اللي كاينين في الرموك نيت، واللي كانت وراتهم ليا ايمان. الرموك مديور على اساس الجمعيه، هاد الجمعيه هادي كدي الماكله وبزاف ديال الحوايج، تقدر دير كراسي متحركين، دير الحوايج طباصل معان اي حاجه، كزعما جمعيه ديال جمعيه خيريه زعما كيتصدقوا بداكشي للناس. بقاو كيشوفوا فيا قالوا لي واش نقدروا نقلبوا اللور. بقيت كنشوف فيه وساكت واحد شويه، قلت لي بطبيعه الحال. نزلت حليت لهم اللور وبداو كيشوفوا وبقاو كيشوفوا فيا. كانوا حاسين بلي كاينه شي حاجه ماشي هذيك، شي حاجه ما راكباش، ولكن ما خليتهم يشكوا في حتى شي حاجه. حيت اللحظه اللي مشاو اللور انا بعدت واحد شويه وبقيت كنشوف في الطبيعه وكنشم في الهواء. بصراحه ديك اللحظه كنت مخلوع واصله فيها العدم، ولكن الرجوله هي انك ما تبين حتى شي حاجه. قلب اخويا راه هو كلشي قدامك، ما نتفتف عليك ما والو، وما غاديش نخليهم يشوفوا في عينيا باش ما يشوفوش فيهم الشك. واقف وكنشم الهوا وكنتخيل اسوأ سيناريو كنحاول نعيشو ما بيني وبين راسي. هما لقاو داكشي كاين تما، دبرت عليها، هما ما ينطوني. اه خويا ياسر هما كيما ينطو فيا دابا، صافي تقبلها، عيش معاها، فرح بها. ما ينطوني دابا وغاديين بيا وغنبدا نتحاكم، وغيجروني واحد 3 سنين عاد غادي يحاكموني ويضربوني بواحد 30 عام. انا اللي اختاريت هادشي هذا. علاش؟ حيت الماتني درية وشفت واحد اخر عنده الفلوس عليا انا. انا اللي اختاريت هادشي. بديت كنضحك غير بوحدي. خوتنا ما فهموا والو، جوج جوندارم هما اللي واقفين عليا، هما جاو لعندي قالوا لي مالك كضحك، ياك ما البرد فيه شي حاجه؟ قلت لهم لا لا غير تفكرت الوالده مسكينه كدير معايا وقالت لي الله ينقي طريقك من الشوك والله يبعد عليك ولاد الحرام، ومادام وقفتوني فراكم نتوما ماشي منهم. بقاو كيشوفوا فيا ويبتسموا بحال عجبهم الحال. عطاوني الوريقات ديالي هما يقولوا لي سير 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 تسد الباب والله يخرج سربيسك على خير. وحاولت تندى علينا باش نتعشاو هاد الليله هادي. جبت من جيبي فلوس عطيت لكل واحد فيهم 4000 ريال. هنا بديت الخطه ديالي انني غادي نشريهم، ماشي غنشريهم بالفلوس ولكن بالصحبه وبالمصالح ديالي ليهم. واحد فيهم اللي ركبت يلا غادي نديماري درت بريمير هو يقول لي فين غادي ان شاء الله؟ قلت له غادي لوجده. قال لي راه عندي العائله تما انا نخبرك. قلت له مزيان. قال لي والشهاده ديال الاعمال الخيريه؟ قلت له قال لي وفين كتحط هاد الشهاده؟ قلت ليه كاين البلاصه فين كنحطو والجمعيه راه هي اللي كتكلف لما غادي تفرق هداك الشيء. قال لي واحد العائله تما كيحتاجو شي لعيبات. قلت ليه عطاني الادريسه ديالهم. قال لي ها واخا انت قيد
هاد الورقه والستيلو حدايا داكشي موجود في الرموك. جبت بديت كنقيد العنوان، قلت ليه صافي كون هاني غنتهلا فيهم. قال لي والله يسهل عليك الله يسهل عليك سير الله يعاونك. هو قرطف ليا وشديت الطريق ديالي. بعد مرات شي حوايج في الحياة كيتحلو بديك السهولة وما كتحاولش انك تعقدهم. بزاف ديال لي سيتوياسيون، بزاف ديال العيبات كل ما عقدتيهم كل ما المشكل غادي يزيد يكبر. ديما حاول تمشي مع ديك الموجة، ما تحاولش تعوم العكس ديالها. طايف معاك شي واحد في الزنقة، كنتي سايق طوموبيل سايق موطور، بلا ما تحاول دير فيها واعر وتبقى طايف معاه. كالما، ديما كالما وابتسم، حيت بنادم كل واحد وشنو طاري ليه في حياته. انت ماشي غادي تهز ليهم الهم، ولكن انت حيت عزيز عليك راسك ما غاديش تدخل في ديك الاحساس ديال الحقد والضرب. انت راسك هو الاول، الراحه ديالك هي الاولى. وهاد العيبه هادي غادي تخرجك من بزاف ديال المشاكل، بل بالعكس هاد العيبه هادي غادي تخلق لك بزاف ديال الصحبه النافعه. ما تسولنيش كيفاش ولا علاش، جربها ورد عليا. كملت الطريق ديالي والوقت كامل ضربتو كامل غير في الليل. تخيل معايا ما وقفتش كاع، الناس ما جانيش، ما عرفتش علاش. عرفتي علاش؟ قوة التفكير اصاحبي، قوة التفكير اللي كندور دوك الافكار كاملة في راسي. الحب ديال المرأة بعد مرات سهل انه يمشي في مهب الريح بالزربة. المشاعر ديالك كيتقلبوا، ولكن الراجل فاش كيبغي كيوليو حوايج اخرين ديك الساعة. كيولي كيدير شي حوايج مسطين. داكشي علاش الاغلبية ديال المسطين اللي كيدورو في الشارع رجال. الاغلبية ديال الناس اللي كينتحروا بسبب شي مشاكل رجال. اغلبية ديال هادوك اللي كيمشيو للعسكر رجال. اغلبية ديال واحد وقعت ليه شي حاجة مع مرتو ولا الخطيبة ديالو ولا شي حاجة كدير شي حاجة في شكل كيكونوا رجال. اما المرأة لا. وصلت لوجدة وكنشوف في راسي، دخلت رموك لواحد ديبو كبير وبداو كيخواو في داكشي. كنشوف ان داكشي سلعة عادية كتبان، ولكن راه في وسط داكشي كيفاش مدمقين ديك السلعة اللي انا كنوصلها في شكل. بداو كيديو لواحد البلاصة وبنادم بالزربة كيجبد السلعة. انا كنشوفهم كيجبدو من وسط داكشي، ناموسية جابدين من وسطها، بنوات رويدات جوانط شكل. والدجاج عيب الله، دجاج ميت مغسول منقي كلشي كيجبدو من وسطو. اللحم كنشوف واحد كيقطع في الخيط، طروفه ديال اللحم خاشين وسطهم، واخا مع الطريق اللحم مغسل ما والو. دايرين ليه شي برودوي اللي كيخليه بريزيرفي. مع سلاو من رموكو خواه كامل. خرج شوانا لبرا ويصوني التليفون ديالي. لقيتو بات ايمان، قال لي مالكش دير شي خدمه نقيه. كنت عارف اللي بحالك ديما غادي يديروا شي حاجه بحال هكا. قلت لي كيفاش اللي بحالي؟ قال لي اللي بحالك زعما. قلت لي ما فهمتش كيفاش. باش عرفتينا ندير بحال هكا وتلاقينا دابا يلاه مره وحده. قال لي استاذ ديال الفيزيك دولي عليك بزاف. قلت له شنو قال لك عليا؟ قال لي عاود لي على العلاقه ديالك مع سلمى، وعاود لي على التصرفات ديالك من بعد كيفاش ولاو. عاود لي على واحد الحاجه ولات فيك، واللي هي حنايا الناس ديال المافيا كنبغيو في الرجال ديالنا. ديك المرحله اللي كتوصل لها ديال ما كتبقى تهمك حتى شي حاجه من غير انك تبين لراسك باللي راك انت ناضي وقادر دير شي حوايج. هي فين بديتي كتنقل مدخل تليفون وما مسوق لك شي واحد، تجريتي انت وياه، هو خرجك وقيد لك غير حيت كان باغي نيت يجرك لهاد الطريقه دي. قلت ليه هادشي هذا كامل قارينو. قال لي وبلا ما تلومنا ولا تلوم الاستاذ ولا شي حاجه، حيت كون خلاك في المدرسه كنتي غير غادي تتبع واحد الطريق خايبه ديال البليه وتشمكاريت وتولي تدخل على داركم سكران. الطريقه اللي احسن لك بزاف فيها لا كلاس الا عرفتي ليها. ويقول لي قلب التليفون ديالك، في ديك اللحظه يطلع لي النوتيفيكاسيون ديال السي اش تشيفرات لي 12 مليون من الكونط بونكير ديال ايمان. قال لي بغيتك دير في الطريق دابا من وجده لمراكش يومين، والطريق بدلها ما ترجعش من نفسها. غادي غتولي خدمتك جديده، تكتشف طرقان جداد. واخا المغرب ما فيش بزاف، واخا طول الطريق بزاف، المهم هو ان السلعه توصل ماشي بالضروري الوقت. طلعت في الرموك وشديت الطريق ديالي، بقيت غير غادي وكنبكي عاوتاني. كنشوف ديك الدري اللي كان مازال صغير شاد السون في المدرسة ليسي الحياة السعيدة كيفاش تبدل بقرار واحد بشي حوايج صراو ليه في حياته.
هاد القصة هادي قلتها باش نبين لك بلي اي واحد كتشوفو ماشي بالضرورة يكون عايش بحالك. كل واحد والعالم ديالو، ولكن كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعيشو شي حوايج ما كيقولوهم لحتى شي واحد. كيبان لك كيضحك ناشط، ولكن في الاصل كيعيش واحد الحروبات للداخل ديالو. حتى واحد ما حس بهم ولا عرفهم كاع اشنو كيعنيو. ضرب الطريق من وجده، ولكن هاد المرة هادي وقفت بلاصة قريبة شوية تا وريرت واحد ستاسيون تما. دخلت كليت مع راساتي شربت قهوة في ديك الليل، وكنستمتع بالحياة ديال الوحدة، بعيد على كل شي، بعيد على الأضواء، بعيد على الضجيج، بعيد على أي حاجة. دخلت للرموك ديالي وتشكيت اللور في ديك الناموسية، ويصوني تليفوني. لقيتها إيمان. قلت لي كي دازت الرحلة ديالك الأولى؟ قلت لها بخير بخير. قلت لي وقفوك لابوليس ما حتى شي حاجة ما طرات ما هياش؟ قلت لها لا وقفوني الجندارم. وعاودت لها على داكشي اللي وقع، وبدات كتضحك. قلت لي غادي تعول ياك على حوايج كتار من هكا؟ قلت لها ما عنديش مشكل، كلشي ديال الله. قلت لي وسر برجع صاحبي، حط الرموك وجي. قلت لها صافي غادي نحاول. قلت لي كيفاش غادي تحاول وبزاف منك غادي تجي الشريف، دوز معايا شويه عاد سير. قلت لها صافي وداكشي اللي درتو. خبطت بعد ديك الليله بنعسه، والغد ليه شديت الطريق غادي، وكنفكر في الهضره اللي قالت لي ايمان البارح. بصراحه ما بغيش نطيح في نفس الحاجه. انا عارف ايمان انها تجرات ليا، هي عاودت لي على العلاقه ديالها اللي دازات، وعاودت لي على كدا، وانا بغيش نطيح في نفس الحاجه. واخا هي من دوك الناس اللي حقيقيين وما ديرش كدا، ولكن راكم عارفيني وحاسين بيا دابا. راكم عارفين هادشي شحال كيبدل الواحد. وصلت لمراكش، حطيت الرموك وشديت الطاكسي، مشيت نيشان توقفت عليها في الدار. ما حلت الباب شافتني فرح بزاف، تلاحت عليا وكتعنق فيا وكتشم فيا وكتبوس لي في عنقي وفي وجهي. اوه دوخ زربت عليا شويه. قلت لها صافي تنتا راك عارفه شنو كاين، وكتضحك. دخلات وبينات لي داكشي اللي مطيباه والنشاط والحيويه. قلت لها شنو بالك في هاد الشهاده؟ قلت لها حاذقه مع راساتك. قلت لها وشنو يصحاب ليك؟ بدينا كناكلو، كتقول لي بنتي لي ماشي هو هداك. قلت لها لا والو. قلت لها صافي كلينا شويه مشينا كنقصرو في البلاي. كتربحني كنماركي عليها، تقول لي راك بانتي لي ماشي هو هداك، بحال ما راشقاش ليك. قلت لها بصراحه باغي نمشي نشوف الدار. قلت لي صافي نمشيو دابا نيت نوضو تلبس. وداكشي اللي درنا، نضنا لبسنا. هاد المره هادي مركبناش في الجي كلاس، ركبنا في واحد البورش باناميرا حتى هي ديالها. قلت لها خليني نسوق انايا. قلت لي خويا انت راك مولف بالرموك، غتبدا تمشي ليا ب80 في الطريق، لا ما تهلكني، خصنا نوصلو بالزربه باش نرجعو بالزربه راك عارف. قلت له لا كوني هاني يا صاحبي، عار ليه الساروج. طلعت ديماريت، ماكينة ولد عمي 180 في لوطوروج 200. خدنا كتشوف فيا وكتضحك. صافي قربت للدرب، وصلنا تقريبا مع ديك الوقيته ديال المغرب، يلاه جي أذن. دخلت للدرب ودخلت حتى لقدام الدار نيت. الدروبة راكم عارفينهم، الأحياء الشعبية عادي، الدراري كيلعبو كورة، الدراري اللي قدي في التقدم مجمعين واقفين، وحدين اخرين تيضحكو غاديين مسخرين لشي قنج. واحد موطون حدانا تا هو كيصوبطون الدراري. المهم حي شعبي، الدراري ناشطين. لحظة اللي غادي نوقف قدام الباب ديال الدار بنادم كلشي كيشوف الطوموبيله حديده وقفات، كلشي باغي يعرف شكون فيها، ومعايا ضاربه لها الفيمه في كلشي ما باينش هداك الشي. عزت لها هي فاش جيت انا قبيله لمراكش، لقيت موجده لي الحوايج، مو بلاكار ديالي راه عامر بالحوايج. ما كاين داكشي السيني يا ولد عمي، خليني من داكشي السخفان. ضارب الحطه ديالي لعيبات. نزلت من الطوموبيله كنشوف الدراري بداو كيسلموا عليا بلا ما فهم والو. او بويا سير، والله حتى كنت عارفك ناضي عشيري. الدراري كيصحابوني وليت مليونير يمكن. انا راه شي فور ديال الرموك. اين رموك في الرموكات هذا هو السؤال. ولكن خلينا مندخلوش في داكشي. بنادم كيشوف فيا، وايمان واقفه وتا هي كتشوف، الدراري كيشوفوا فيها معايا بياسه وضاربه الحطه. المهم كتبان لاباس عليها تا هي، كتبان من هادوك راك عارف. سلمت على الدراري كاملين، شي ثلث ساعه وانا كنبوس في بنادم. تما اللي جاي من الحج تلاقوني الدراري خليني نطلع في حالاتي. يلا تميت راجع لحد الطوموبيل فين بلاصيها، ايمان مازال واقفه. انا نسيت البسطام ديالي في الطوموبيل حليتها، حتى التليفون ديالي كنت معلق تما لداخل. حيت التليفون ديالي ضربته في جيبي البسطام. في ديك اللحظه اللي يلا غادي نسد الباب، حتى كندور كنحس بشي واحد واقف عليا. كتبان ليا سلمى واقفه عليا. شفت فيها مزيان،
قالت لي صافي بالزربه نسيتيني. كنشوف فيها قلت لها ما صدقش لك البلان ديال خونا، لاحك بالزربه، تبعتي الفلوس، تبعتي البريكول، تبعتي نفسك وشنو كتقول لك، ولا داك التخربيق ديال الهرمونات تبدلوا ليا وطلعوا دابا ونزلوا دابا. اي واحد فينا تياخد شي قرارات في حياته، وانا ماشي مسؤول على القرارات ديالك. قلت لها ولكن انت عارف العلاقه ديالنا راه كانت في شكل. قلت لها كانت في شكل، وانت اللي رديتيها في شكل اخر، ودابا ما بغيتش نبقى نشوفك وما تبقايش تجي للدار هنايا، حيت ما بقى بيناتنا والو. كيف ما كتشوفي انا راه تزوجت دابا وسهل عليا الله يعاونك. قلت لها هادشي هذا بالجاد، كلشي في الدرب ساقل وكيشوف، وهي كتدور عينيها وعينيها كيغرغرو. هادشي هذا ما غاديش يدوخ معايا. هضرات راسها ومشات. البكا مورا الميت خساره. طلعت وجلست مع الدار، فرحوا بزاف، تعالكت انا وياهم والوالد فرحان، وايمان تا هي جالسه. ما قالوش كلمه وحده ديال عرفنا على الدري ولا شي حاجه. الدار عارفين ان الشخصيه ديالي كيفاش دايره في الاصل. اي واحد كيقولوا لي دارهم لا جلسه شنو غدير كيتخلعوا عليك كدا، فرا على قبل حاجه وحده، حيت الصوره اللي عندهم في الدماغ ديالهم ديال ان داك الدري ولا الدريه راهم مازالين صغار وما عارفينش شنو يديروا. ملي كتبدل هاد الصوره هادي كتبدل كلشي. داكشي علاش اي واحد كيدير العلاقه ديال بصح في العائله كلشي كيبدا يحترمو، حيت الدماغ ديالهم كتبدل فيه ديك الصوره، تيبداو يقولوا بلي هاد خونا هذا راه عارف شنو كيدير. المهم دوزت انا وياهم واحد 3 ديال السوايع، عجبهم الحال بزاف. خليت للدار واحد الفلوس بركه قليله، 4 المليون عطيتها للوالد كاش. قلت ليه تهلا في الوالده مزيان، الوالده كتضحك حتى هي، ومشيت في حالاتي. ركبنا في الطوموبيله وشدينا الطريق عاوتاني في الليل 11 ديال الليل، وانا ما عارفش امتى غادي نعاود نتلاقى مع والديا. حياتي ولات بحال هادي، كلشي كيتعاود. كنمشي كنخدم والوقت كامل كنبقى ندوي مع راسي ولا كنسمع القصص، كنسمع شويه القران، وكل مره كنعيش واحد تشويق جديد. بوليس، طراك، كاملين شريت معاهم معرفه، ولكن ما عارفينيش بطريقه مباشره انني كنوصل شي حاجه. الفلوس واحد النهار كتقادها، اما الصحبه والرجله بنادم ديما كيبقى يحس براسو كيتسالك شي حاجه. داكشي علاش ديما كنت كندير المزيان مع عائلاتهم، كنصيفط الادريسات ديالهم كنوصي الدراري. هاد اللعيبات هادو صيفطهم الادريس هادي، تيقولوا لي صافي عارفيني عندي علاقه قريبه بزاف ببات ايمان، واخا مكنتلاقاش بيه بزاف، وبنتو هي الوسيط بيني وبينهم. لكن راك عارف ايمان طاحت فيا، وانا جيت فاس. من بعد ما ساليت رجعت للدار وجلسنا وهي فرحانه ومطيبه كلشي. قلت لها ايمان كنتمنى انك ما ديفلوبي حتى شي حاجه في عقلك ديالنا حنايا بجوج، واخا انا درتها واحد شويه، ولكن هادشي هذا ما خصوش يكون. انا يمكن كتاب عليا انني نعيش بوحدي، حيت الا كنت معاك ديما غادي نبقى خايف للاسف انك ديري نفس داكشي اللي دارتو سلمى. وما كاين ليش نعيش في هاد العذاب هذا ونعيشك فيه تانتيا، حيت في كل مره غيجيني داكشي اللي جا لمي ديال اني غادي نبغي نمشي في حالاتي، ولا ولا غيجيني داكشي اللي جا لبا ديال انني غادي نبغي نبعد عليك، ونحس براسي بلي راني مستقل وما متعلق بيك ما حتى شي حاجه، وغندير حوايج خايبين ونبقاو غير ناديو في بعضياتنا. بقات كتشوف فيا، قالت لي واخا اللي بغيتي، غير قالت لي ولا نحس بالراحه. بقيت كنشوف فيها، قلت لها علاش قلتي بحال هكا؟ قالت لي غادي تفهم من بعد. المهم بقيت كنمشي كنوصل، فلوس كتدخل ديال بصح. شريت فيلا في كازا سكنت فيها الوالد والوالده، هادشي تقريبا من بعد واحد العام بحال هكاك. وليت مرتاح، وايمان كتصرف معايا ديما عادي مزيان، اصدقاء شادين السون وصافي، حتى وليت باغي انا نكون معاه في علاقه. وداك الشي ولا بوحدو بلا ما ندوي فيه بلا حتى شي حاجه، ساكنين مع بعضياتنا وبحال مزوجين. قلت لها ايمان غير قولي لي اشنو قلتي لي ديك المره، شي حاجه درتيها ماشي هياتيك. قلت لي داكشي اللي قلتو لك راك عارفو، دير واخا اللي بغيتي. واللي دار هو انك حفزتيني بزاف باش نقرا على داكشي ديال علم النفس وبنادم كيفاش كيرياجي مع كل حاجه. هادشي هذا من بعد ما عاودتي لي القصه ديالك، وانت ملي كنتي كتمشي تضرب الطريق واللعيبات، فرا انا بقيت كنجلس في في الدار وكنقرا على داكشي بزاف، وفهمت شنو خصني ندير وكيفاش نتعامل معاك، وداكشي كبر لي جاب النتيجه ديالو.
بقينا كنضحكو. با عرف بلي العلاقة ديالنا شي حاجة اللي معقولة وما كاينش تفلية. تزوجنا. العرس دير هنايا في مراكش نيت. العائلة ديالهم كبيرة ماشي بحال هنايا. جيب الوالد والوالدة عاجبهم الحال. عرفت شي دراري تاهما ولاد الدرب، بطبيعة الحال ما غاديش نخليهم. الطبلة ديالهم 10 ديال الدراري أقرب وحدين ليا، والاخرين وصلهم حقهم من الدراري اللي جاو. من بعد العرس ديالنا تقريبا بواحد 5 شهور، ايمان تشكات لبا بلي راه كنبقى خارج بزاف. با هو يقول لي جو انت راك احسن شيفور خدمتي معانا، داكشي علاش انا عارفك تزوجتي دابا بنتي وخصك تجلس في الدار وتبقى معاها. داكشي علاش ما قدرتش نتخلى عليك، حيت قلت لي راه كاين واحد الفكره اخرى. قال لي شنو هو؟ قلت لي غنتريني بالدراري وغادي نعطيهم الطريقه كيفاش يلقاو طرقان جداد، كيفاش يتعاملوا، النفسيه ديالهم كيفاش خصها تكون، كلشي. قال لي صافي حتى هي مزيانه، وداكشي اللي بديت كندير. كاين بزاف ديال البلايص كنجلسو فيهم باش ما تكونش بلاصه وحده تحفاظ وداكشي. كنتلاقى مع الدراري اللي يقدروا يخدموا، 3 ديال الدراري كنعلمهم، واللي كيبان ليا فيهم ناضي هو اللي كنختارو كيدوز كيخدم. والطرقان كيكونوا كتار، مره لوجده، وكاين الطريق اللي كيضرب بنادم من الصحراء حتى لطنجة، وكاين اللي كيضرب ديك الطراجي اللي كنت انا كنديرو مراكش وجده، وكاين شي طراجيات اخرين. المهم كاين في المجموع 7 ديال الشوافريه، وانا اللي كنبقى مراقبهم. فلوس كتدخلني بالزيت وغمشتها. درت بزاف ديال البلدان انا وايمان، وكتمشي معنا الوالده حتى الوالد، وباها قليل فين كيمشي معنا. نقولوا ليه مبروك، ايمان راه حامله وغادي تزاد عندي ولد. جالسين هما دابا في الصالون كيتسناو فيا النوض عندهم، حيت ولدي تزاد وعنده دابا 3 سنين. وجالس حداها، وفهاد النهار قررت نعاود لكم القصه ديالي، حيت شفتو كبر وشفت راسي انا غادي وجه نكبر. وكيف ما عاودت لكم هاد القصه، غيجي النهار اللي تا هو غادي نعاود عليه باش نوصل ليه الفكره ديال ان هاد الحياه فيها ما لا نهايه ديال الاحتمالات وديال الاختيارات، وعمرك ما تلوم راسك الا غلطتي وخديتي القرار اللي ماشي صحيح. اما واحد سلمى اللي عارف كتكون كتسول عليها دابا، راه تزوجات، وخونا اللي تزوجات بيه معيشه في الويل، ما لاباس عليه ما والو. لكن كتوصلني الاخبار نعد شي دراري ولاد الدرب باقي كندوي معاهم. المهم كانت هادي القصه ديالي، كنت باغي ضروري نعاود عليك. اسمح لي الا طولت عليك، ما سخيتش بيك، ودوزت معاك وقت زوين بزاف وانا كنعاود ليك، ولكن نضطر نقول لك دابا تهلا في راسك. نتلاقاو في الفيديو الجاي.